ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم مميز جدا. معانا ضيف عزيز علينا جدا. ان شاء الله هيتكلم معانا في اكتر من حاجة كنا طرحناها، فكرة ان احنا ازاي نكسب بالدولار. آه هل فكرة اصلا انت تكسب بالدولار دي موجودة ولا لا؟ فان شاء الله هينضم معانا دلوقتي وهيكلمنا في النقطة دي. هو كان دكتور صيدلي، خريج كلية صيدلة، وبعدين عمل كارير شيفت وقلب خالص الشغل ده وبقى في مكان تاني خالص بيشتغل في التسويق. فكرة التسويق. طيب هو حضر معانا اهو. هو انا مش سامعه صوت. شيل المايك. ايوه شيل. كده. كده سامعني. اه تمام، انت اه معاك. تمام زي الفل. الحمد لله على الله السلامة. يسلمك. اخبارك؟ تمام الحمد لله. معلش بقى جبناك من ميتنج. لا برضه يعني انت على راسي والله. ربنا يخليك، انا عارف ان انتوا مشغولين وضغط بتاع الشغل ده عندنا فانا عارف الميتنج والله. بتاع الدقهليه وطنطا وكده، فانا ايه مضغوطين فيه شويه يعني. الله يعينك يا الله رب. يخليك الله يخليك. انت مش من طنطا يا دكتورة صح؟ انا من الصعيد، من قنا. اه. انا حبيت بس اطرح الحته دي في البدايه خالص، ان ازاي اصلا الفكره جات لك، يعني ازاي نسوق او نشتغل في الحته بتاعت الصعيد دي. بيبقى الموضوع ده صعب شويه او مش مشهور او مش موجود. اكيد اكيد، لانه يعني مش كل الناس بتبدا تفكر في الحته دي شويه. يعني مش متداوله بمعنى اصح، لو متداوله في وجه بحري شويه ممكن في الصعيد لا. بس يعني خليني اقول لك انه بنسبه كبيره لينا، مثلا انا ليا في المجال ده حوالي 4 سنين دلوقتي، داخله في السنه الخامسه يعني. ولكن فعليا يعني انا مقتنعه بحاجه، ان ما حدش هيفكر يعمل حاجه تاني الا لما الاحتياج نفسه يبقى موجود. بمعنى ان كلنا بلا استثناء، لما بتيجي الالتزامات عليك تزيد اكتر من معدل الدخل، بتلاقي ان في فجوه واسعه قوي بين الاثنين، فانت مش عارف تغطي ده. بالظبط. ففكره ان انا افضل اكسب بالمصري بالمصري بالمصري، هلاقي ان انا بدي وقت كتير بس مش لاحق. يعني اشتغلت 8 ساعات في شغل، بعد كده عندي شغل تاني بالليل 8 ساعات، ما هو اليوم 24. بالظبط. فالموضوع بدأ بقى يجي فكره ان دخل الدولار ما بقاش اوبشن، هو بقى فرض. يعني يعني في الاخر عايز اقول، يعني الايه؟ هو فكره ان انا اكسب بالدولار دي، الفكره دي موجوده مش وهم زي ما لا طبعا موجوده، ويمكن في الزمن ده يمكن زادت قوي خالص بعد الكورونا. يعني بعد الكورونا بقى الحاجه التايتل اللي على جوجل اصلا هوم بيزد بزنس، ازاي اشتغل من خلال البيت. وشغل الانترنت كله بنسبه كبيره لو في مجالات قويه هو دخله دولاري، بس الفكره هو يعملها ازاي. فاهم قصدي؟ ففكره من اكتر الحاجات، من اكتر الحاجات اللي خلتني اتجه اصلا للحته دي، ان انا اتصدمت في ان انا قعدت احسب مرتبي في ال10 سنين. يعني قعدت اشوف مرتبي هو في ال10 سنين جايب كام دولار. لقيت ان انا بدات شغلي في 2009 في الصيدله في الوظيفه يعني، كان مرتبي 1000 جنيه والدولار بخمسه، يعني 200 دولار. لما بدات افكر والالتزامات زادت كان في 2019، لقيت ان انا مرتبي وصل 3000 والدولار ب 15. انا قعدت 10 سنين بقبض نفس المرتب، دلوقتي محدش بتخرج اقل. الصوت بيقطع عندك. سامعني؟ معلش الصوت قطع. كده تمام. كده تمام. ثواني علشان عندك ديلي في ديلي في الشبكه عندك. كده حلو. طيب اه تمام. اوكي. بدات تمام اقرا كتب في رياده الاعمال، وقرايتي للكتب دي بصراحه بدات تنور لي حاجات في عقلي انا كنت مش مدركاها اصلا ومش عارفاها، وبدات بقى تفتح لي فكره الافكار نفسها، ان انا افهم انواع الدخل وطرق المكسب، وازاي الواحد ممكن يفتح مدارك، وازاي يعرف يعمل انواع دخل مختلفه عن دخل ايجابي ودخل، يعني مصطلحات كتيره كده بدات تيجي في عقلي لما بدات اقرا واشوف فيديوهات عن الكلام ده. حلو جدا. طيب انا محتاج منك تبداي بقى تنورينا، يعني اعتبرينا كلنا ما نعرفش حاجه خالص. حلو حتى جدا. الناس اللي بتسمعنا دلوقتي. طيب فمحتاج
منك تنورينا تقول لنا ازاي انا اولا رقم واحد اغير فكري او تفكيري من ان انا اكون موظف لان انا اكون بيزنس او بشتغل في البيزنس، لان الموضوع مختلف تماما من هنا لهنا، فمحتاج الاول تجاوبيني على الحته دي، او انت عملتيها ازاي؟ حلوه قوي. خليني اقول لك انا عملتها ازاي. انا بدات لما قريت كتاب، حتى بنصح كل الناس بصراحه تقراه، اسمه الاب الغني والاب الفقير. الكتاب ده انا بالنسبه لي كنت فاكراه بيقول اب غني يعني معاه فلوس واب فقير يعني معهوش، انا ده كان ترجمه الكتاب. فلما بدات اقرا في الكتاب لقيته بيتكلم على الفكر بتاعه بتاع الفقير، يعني الفكر الفقير والفكر الغني. وبدا يتكلم ان انواع الدخل في الحياه نوعين، يا دخل ايجابي يا دخل سلبي. انا برضو كنت فاكره سلبي دي يعني نيجاتيف، يعني حاجه وحشه. تمام كده. فبدات افهم فكره الدخل الايجابي، دخل واقف على ان انت تكون بتشتغل فبتجيب فلوس، انت ما بتشتغلش الفلوس وقفت. الموضوع ملوش اي علاقه تماما باي حاجه تانية. حلو. وكان بيقول انه انواع الدخل الايجابي نوعين، يا وظيفه يا مشروع خاص. دي كانت الصدمه الثانيه بالنسبه لي، لان انا عندي صيدليتين وعندي وظيفه. ايه ده، هو ده انا كده مش عندي كذا مصدر؟ بدات افوق بقى اللي هو ايه، هو ده كله مصدر واحد في الاخر. فاهم الفكره؟ فبدات اشوف، وبدا يشرح بقى ان انواع المصادر دي لازم تبقى كتيره، عشان لو في مصدر اتقفل يبقى التاني شغال. من قمه الغلط ان انت تكون مكثف جهدك كله في حاجه واحده فحصل لها دروب فالدنيا باظت. انا كنت الشخصيه دي، كنت بعمل كده. يعني بسبورت مثلا ان انا اصرف كل حاجه على الصيدليه او على تطويري في الوظيفه، بس لما حصل لي مشاكل في الوظيفه او في الصيدليه انا الدنيا كلها اتاثرت. بدات بقى افهم يعني ايه دخل سلبي. يا اما ان انت عندك فكره، بتبتكر فكره جديده زي مثلا اوبر، زي امازون، فكره انت صاحبها من الاول فتقدر تعملها بنفسك. او ان انت بتطبق فكره اصلا جاهزه. القصه كلها في لعبه البزنس، لان احنا عندنا خلط برضو بين فكره ان انا اكون بعمل بزنس بين انا بعمل مشروع صغير. دي حاجه برضه انا اتصدمت صدمات كتير قوي في الكتاب ده بصراحه. كان بيقول ان المشاريع الصغيره اللي اي مشروع قيمته اقل من $100,000، اللي هو كل المشاريع تقريبا. تقريبا كل حاجه كده. كل المشاريع صغيره كده يعني، فاهمني؟ ده ما لا يعتد ان انا اصنفه بزنس. البزنس معناه حاجه تجيب لك مضاعفه وقت. يعني سلاسل الصيدليات بزنس مش مشروع صغير. ليه؟ انتاجيه اليوم بتجيب اكتر من 24 ساعه ولا اقل؟ لو اقل يبقى ده مشروع صغير، لو اكبر يبقى ده بزنس. فانا بقى كنت شايفه ان كل حاجه في الدنيا بزنس، اكتشفت ان لا، ده الكلام ده اي كلام. ملوش دعوه خالص بالحقيقه يعني. ده التطبيق الحرفي لان انت تجيلك فلوس وانت نايم في البيت. بالظبط. بس خليني اقول لك الموضوع ده مقسوم نصين، اللي هو الدخل السلبي. تجيلك فلوس وانت نايم في البيت، ان انت بتوصل لاعلى ليفل في الدخل اللي هو احسن حاجه واللي احنا كلنا بندور عليه، ان انت عندك وقت وعندك فلوس، يعني عندك رفاهيه الوقت والفلوس شغاله لحسابك، ده الاستثمار. امال ايه البزنس؟ ان انت بتدي وقت بس الانتاجيه والمكسب اعلى بكتير من قد الوقت ده. يعني هل صحاب السلاسل دي بيتابعوها؟ بيتابعوها، بس ما بيشتغلوش بايديهم فيها. هو بيتابع مجلس الاداره، بيتابع بيتابع الهيكل نفسه، لكن الانتاجيه بياخد وقت الناس ويديهم مرتب. ودي الاشكاليه اللي انا كنت فيها، اني قعدت اشوف هو انا ممكن اعدد مصادر دخلي ازاي، اعمل دخل تاني ازاي. بدات ادور في المجالات، لقيت كل المجالات عشان اخد دخل اعلى، وانا كنت عندي الايشو ده شويه. انا شايفه ان انا استحق دخل اعلى، بس انا مش شايفه استحقه ليه. يعني يا اما مهاره اكسب عليها فلوس، يا اما احط فلوس في مشروع يجيب لي فلوس. المشكله اللي احنا بنقع فيها كلنا ان انا عايز اخد من غير ما يكون عندي حاجه اكسب عليها. فاهم قصدي؟ ودي بتطلع كتير يعني من وجهه نظري. يعني على قدي في المجال ده ليه 4 سنين، اكتر عائق في مجال البزنس عموما هو التفكير. ان انا بشوف نفسي في حته ان انا استحق كل حاجه، بس انا مش شايفه استحقها ليه. فدايما برفض فرص، او بحاول اجيب الفرصه على قد امكانياتي او على قد فلوسي او على قد مقاسي، وده اللي بيضيع مني فرص كتيره. وعلى مدار خبرتي، الشخص اللي بينجح هو اللي بيعمل ستريتش، بينط. يعني ايه؟ الحاجه مش مناسبه لامكانياتي اطور نفسي عشان ابقى قدها. حاجه مش مناسبه لفلوسي او مش معايا فلوس ليها اتصرف عشان اجيبها، لانه هي نفس المشكله نفس الحل. لو انا مش هعرف ابدا في الحاجه الفلانيه عشان مش فاهمها، طب ما انت كل حاجه هتبقى مش فاهمها. بالظبط. يعني القصه كلها لو ظبطت طريقه تفكيري، ودي اكتر مرحله بتاخد وقت اصلا. يعني الموضوع هنا مش ان انا ابدا بزنس ازاي، الموضوع ان انا ايه الحاجات اللي تساعدني اغير دماغي. هو انا يعني دماغي انا اللي هغيرها بايدي، محدش يعرف يغيرها لي. الصفحه اللي احنا بنتكلم عليها دي صفحه وظائف، كانت الهدف الاساسي منها
ان احنا بنجمع، او انا يعني بجمع الوظائف المتاحه في حدود طنطا على قد المدينه اللي انا عايش فيها، حلو. وبعرضها. شويه شويه بدا الاتش ار يكلموني بشكل مباشر، بدات اعرف الوظائف المزيفه من الحقيقيه، وظائف كويسه من الوحشه، حلو قوي. بدات افنطهم وافنطهم. الموضوع خد طريق واتجاه معين، بدات الناس نفسها تثق فيا في ان الصفحه دي عليها حاجات موثوق فيها، ما شاء فمفيش الله. فيك ولا انا مشاكل شفت ولا. الصفحة وشفت اللايفات القديمه، ما شاء الله حاجه محترمه جدا يعني. ربنا ربنا يخليك. يعينك ويساعدك يا رب. الله يخليك. بدات المشكله الاساسيه بالنسبه لي، الناس اللي اوريدي موظفه بياخد 1000 2 3، عايز يزود دخله، والناس اللي قاعده في البيت مش مالكه انها تتوظف، زي ستات البيوت او البنات في الجامعه او الشباب او في فئه كبيره قوي مش قادره انها تنزل شغل وتروح من 6 ل 9 او من كذا لكذا. فحاولت ان انا اعمل لهم فيديو زي المشروع او الحاجات قديمه زمان كده، ايام ما كان عندي يعني دماغ ووقت نعمل ده، لكن ده ما كانش كفايه. فكانت الفكره ان حضرتك تكوني موجوده وتقولي للناس هل في مشروع فعلا نقدر نتوكل على الله فيه، هل في طريقه ان احنا نغير بيها تفكيرنا وعقلنا، انه ننط نطه ثانيه خالص ونكسب بالدولار؟ هل في حد اصلا في مصر بيكسب بالدولار؟ انا بس حضرتك لان انت في الموضوع، انا بره، انا في النهايه هو برضه فعليا لسه في ناس كتيره في مصر بتكسب بالدولار لو بدات تدخل التراك بتاع المكسب بالدولار. يعني المكسب بتاع الدولار ده مجالات كتيره قوي بتخليك تكسب دولار. ان انت تشتغل حاجه مثلا زي امازون اف بي اي. يعني ايه امازون اف بي اي؟ تدرس حاجه ازاي تخليك تسوق على امازون، ده هيخليك تكسب بالدولار. حلو. ان انت تتعلم حاجه زي دروب شيبنج. الدروب شيبنج ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان انت بتكون مثلا بتعمل لنفسك موقع وتتعلم تتواصل مع موردين في الصين، وتحط شكل المنتج على الموقع بتاعك، وتوصل الصوره بتاعت المنتج وازاي تعمله دعايه في بلاد تانية كتيره زي الامارات، تركيا، اي دوله تاني. وانت بتكون بتاخد فرق التوصيل. يعني لو انت حطيت المنتج عندك سي ب $20، حلو كده، والمورد مديهولك على 10، مين اللي بيبكت ويشحن ويوصل؟ المورد. بس حضرتك خدت فرق التوصيل. كل ده محتاج ان انا ابقى فاهم ان انا هدفع فلوس وان انا هتعلم، لان اغلبنا بيبقى عايز يكسب دولار وانا ولا عندي مهاره ولا عندي خبره ولا عندي مجال ولا عندي اي حاجه. وبالتالي ده اللي بيصعب الدنيا، بيبقى في فجوه عاليه قوي بين ان انا عايز اخد المزايا كلها بدون ما اضحي بحاجه. وانا مؤمنه ان مفيش حد بياخد حاجه اكتر من اللي هو واخدها الا لما يكون مستحقها اصلا، بيسعى ليها، بيسعى انه يخبط البيبان دي. مظبوط. طيب يعني هل ممكن اشتغل الشغل ده وانا في الوظيفه؟ اكيد طبعا، لانه احلى ولا حاجه لازم في في الشغل الوظيفه؟ اللي ليه علاقه. انا اشتغلته سنتين جنب الوظيفه. اه. انا اشتغلت سنتين جنب الوظيفه، وبعد كده قعدت عملت، ده سؤال انت سالتوني في الاول، ايه اللي خلاني اعمل كارير شيفت مثلا؟ ان انا قعدت عملت تقييم. انا اشتغلت في الوظيفه 10 سنين، لقيت ان مرتبي في ال10 سنين ثابت، الى جانب عارف فكره ان انت عارف كان في رسمه كده كوميكس انا يعني كلكت معايا قوي. عارف الموظف راكب العجله وبيجري، هو عامل مجهود رهيب. انا كنت الشخص ده بعمل مجهود، وكل ما احوش رقم عشان اجيب بيه حاجه، الحاجه غليت. فاهمني؟ فرحت بالظبط. تاني، فانا هي بتجري وانا بجري وراها، هي انا. وفي الاخر لقيت ان 10 سنين من عمري راحوا نو ريزلت في اي حاجه. وفي حاجه سيشن انا حضرتها زمان، دي اللي فرقت معايا قوي. بتقول ايه؟ بتقول الشخص عشان يكمل في اي مجال لازم يكون المجال ده بيغطي 4 جوانب. قد تلاقي الحاجه دي في اول شغلك، قد تلاقيها في نص عمرك، قد تلاقي، المهم تفضل تدور عليها. ايه هم الجوانب؟ اول جانب ان تكون بتتطور فيه. انت بتتطور في الحاجه اللي انت بتعملها، يعني كل يوم لما تعمل تقييم لنفسك بتتطور. حلو. تاني حاجه تكون بتضيف لك دخل مادي محترم. ليه؟ لان الحاجه لو مش هتضيف لي دخل مادي، وضعي المادي لو مش مستقر ومش مرتاح، انا هبقى متضايق اصلا. تمام. رقم 3 بالظبط كده. رقم 3 ان انا اكون مبسوط وانا شغالها. بمعنى مش شرط اكون يعني مخنوق وانا شغالها، وفي نفس الوقت مش مبسوط انبساط سعاده غامره، بس مش مخنوق. فاهم قصدي؟ بشتغلها وانا مش مجبر. رقم 4 انها تكون بتاد فاليو، بتدي قيمه. فانا لما جيت سمعت الكلام ده بدات اطبق على شغلي، على مجال الصيدله. بالنسبه لي انا واحده يعني كتبت الصيدله دي تقريبا في كل كليات الجمهوريه عشان ما تفوتش مني، عارف فكره ان انا بلاحقها في كل حته. فكانت بالنسبه لي رقم اولى. كل كليات الجامعه، كل جامعات الجمهوريه كتبتها صيدله. حلو. وكان بقى احلام وطموحات وحاجات وحاجات لذيذه بقى، وطلعت جيد جدا مع مرتبه الشرف. يعني دماغي كانت مني صيدله. لما طلعت ارض الواقع في سوق العمل وفي الوظيفه، لقيت ان انا عديت سنه 2 3 4 5. بس مشكلتي ان انا زي ما كان الكتاب ده بيقول ان انت ممكن تلاقي الحاجه دي بعد سنين طويله او بعد سنين قصيره، المهم تفضل تدور. فانا لقيت ان انا بعد 10 سنين ما طورتش نفسي في حاجه، دخلي المادي ما اتحسنش،
كنت بادئه المجال حباه فما بقتش حباه، هو بياد فاليو، بياد فاليو، فلقيت ان في جانب واحد من الاربعه، بس انا فاقده 3 جوانب مهمه. لما جيت بدات المجال الجديد الخاص بالافيليت ماركتنج او الشغل من خلال الانترنت، يعني ما اقولكش ان انا كسبت منه في الاول على طول، لا، بس حسيت ان انا مبسوطه وانا شغاله، مش متضايقه، بالعكس. بعد كده بتطور فيه، بقيس تقييم كده على نفسي، كل شويه بلاقي نفسي بتطور. كنت شغاله جنب الوظيفه، وبيأد فاليو قويه جدا، ان انت مش بس انت بتتعلم مهارات لنفسك، انت مع الوقت بتعلمها لغيرك، فبتفتح لناس كتيره تعرف تشتغل الشغل ده. قصدي ازاي؟ فلقيت ان جانب واحد اللي كان لسه مش ظابط معايا، اللي هو ايه، اللي هو اكون بكسب منه كتير او بكسب منه كويس. بعد اول 6 شهور او 3 شهور ونص تقريبا، كنت بدات اعمل منه ارقام على قد مجهودي وعلى قد خبرتي. بالنسبه لي كانت ساتيسفايد جدا وعجباني. ليه؟ لانه مقارنه لخبرتي الزيرو خالص في المجال، ان انا اعمل الرقم ده دولاري حلو قوي. انا ما كنتش بعمله في ان انا مثلا كنت اعمله مثلا في اسبوع، انا كان ممكن اقعد شهرين اشتغل عشان اعمل الرقم ده. اول حاجه خدتيها كانت كام؟ اول حاجه عملتها كانت بعد اول شهرين عملت حوالي $500 او بال10 سنين اللي فاتوا كلهم. اللي فاتوا كلهم. فاهم الفكره؟ بس القصه فين بقى؟ القصه ان انا كنت بتطور في حاجات تاني. يعني ايه بالنسبه لي من اقوى المهارات اللي الشخص لو اكتسبها بيعرف يفتح ابواب كتيره لنفسه، انه يتعلم ازاي يعرف القيمه اللي هو بيتكلم بيها. يعني انت بتسوق اي حاجه في الدنيا، انت مهما كان واخد كورس في حاجات كتير، بتعطل عند التسويق، بتعطل عند ازاي تعرف الناس بنفسك عشان الناس تجي لك انت. انا بالنسبه لي المهاره دي كانت اهم مهاره. ليه؟ لان المهاره دي هي اللي فتحت لك ابواب كتيره قوي، وهتستل تفتح لك حاجات كتير. انت اكتسبت مهاره بالنسبه لي مهاره من ذهب يعني. طيب، هي فكره التسويق فكره ممتازه جدا، لكن اللي انا فاهمه من حضرتك ان انت مش بتسوقي منتج. نقول ان وظيفه سمسار مثلا، خلينا نقولها بالعربي. الله ينور عليك. فكره الافيليت ماركتنج هو مجال وظيفه اصلا. انت بتوصل حاجه بحاجه، بتقف في النص تاخد من اليمين تدي الشمال او تجيب ناس افيليت ماركتنج بحاجه كده بسيطه الناس كلها عارفاها اصلا. كلنا بنستخدم امازون، صح؟ وكلنا قاعدين على الفيسبوك. مظبوط برضه. تعالى كده نقول الميكس الحلو ده. امازون النهارده ما بيمتلكش اي منتج، صح؟ لا خالص. حلو قوي، هو وسيط بين بايع ومشتري، بس عمل فكره جديده ما حدش عملها قبله، عشان كده هو واخد ارباحه كلها، صح؟ طب الفيسبوك بيكسب منين؟ احنا المنتج بتاع الفيسبوك. تخيل ان انت مثلا عندك محل، فرحت عملت اعلان ممول للمحل ده، مين اللي هيدفع ثمن الاعلان الممول؟ انت. الاعلان الممول ده فلوسه هتروح لمين؟ للشخص الماركتير اللي بيعمل لك، والمارك اي لايك بتتاخد او شير او كده ليها ثمن. فمارك بيكسب مننا عشان بس بدوس على الزرار. حلو؟ طيب قاعد في النص. الله ينور عليك. فالقصه فين؟ ان انا بايع وقتي ببلاش ومضيع وقتي على حاجه هم بيكسبوا منها وانا لا. بمعنى كلنا عندنا اكونت على الفيسبوك، وكلنا بنقعد ساعتين 3 على الموبايل، وكلنا بندفع فاتوره انترنت، بس مش كل الناس تعرف تحول ده انها تعمل ماركتنج. الافيليت ماركتنج بقى هو حلقه وصل بين الحاجتين دول، ده كمجال. وخليني اقول لك ان نشأته اصلا كانت في امريكا يعني، بس بدا يجي لنا في الوطن العربي متاخر. فالقصه هنا ان اساس التسويق برضو بعض الناس محتاجه تبقى فاهمه هو التسويق ده عامل ازاي، وانا عن نفسي كنت غفلانه عن الحته دي. لو عندك قيمه قويه، قيمه لازم تبقى حاجه فاليبل، حاجه ليها قيمه بصرف النظر عن التسويق نفسه، الحاجه نفسها اللي انت بتتكلم عنها ليها قيمه، وطريقه توصيل للقيمه دي بشكل صح بتقدر تعمل منها نتائج. امتى احنا بنعطل في الكلام ده؟ يا اما ما عنديش قيمه اصلا فبسوق حاجات ملهاش قيمه، او ان انا عندي قيمه مش عارفه اوصلها ازاي فبعطل في التسويق. فلما بدمج الحاجتين مع بعض، فانا بالنسبه لشغلي مثلا هو وسيط لبراند امريكي تشتغل في مجالات كتيره قوي، من ضمنها حاجات زي التعليم الالكتروني، زي السياحه، زي وات ايفر ايا كان المجالات عموما، ولكن انت بتبقى ماسك حاجات كتيره قوي في حته واحده. لكن لازم نتفق انه مشروع في الاخر. يعني انا الحاجات اللي كنت بدور عليها اصلا قبل ما ابدا المجال ده، زي ما قلت لك في البدايه، انا كنت شايفه ان انا محتاجه ازود دخلي، لكن انا ما عنديش الطريقه. بمعنى كنت شايفه ان الفلوس عائق عندي، لان انا فعليا كنت خسرانه خساره كبيره في الصيدليه، وشايفه ان انا ما عنديش امكانيات فلوس ادفع في حاجه تاني. حلو، وده كان تفكير غلط مني. زي ما قلت لك انا كنت شايفه ان انا محتاجه اخد من غير ما ادي. فبدات اشوف هو انا محتاجه
اعمل ايه عشان ازود دخلي؟ انا النهارده في فجوه، التزاماتي بتزيد غصب عني مع الولاد اللي بتكبر والدولار اللي بيغلى والدنيا البايظه دي، وايراداتي بتقل او ثابته، يا ريتها ثابته، هي بتقل مع ارتفاع التضخم. لو حاجه بتمشي ب 5000 بقت محتاجه 10 او ايا كان. فانا عندي حل من حلين، يا اما ان انا اقلل مصاريفي، وده حل مش هيوصلني لحاجه، مش هيعمل كنترول، لان كل ما اقلل الدنيا بتبوظ، كل ما مش هعرف اجري ورا الحته دي كتير. طب ازود دخلي، كل حاجه هحتاج ازود دخلي، عايزه مقابل ليها، يعني هشتغل وظيفه ثانيه. طب ما انا اصلا في المستشفى 8 ساعات وبرجع اشوف مذاكره ولادي والبيت وكده، اقل شغل هشتغله تاني عايز 6 8 ساعات تانيه، وزي ما انت قلت برقم قليل. طب انا هدي كل ده مقابل ايه؟ يعني انا هطحن صحتي وهاجي في وقت الاكتف انكم هيتقطع لان صحتي مش هتستحمل الشغلين، فهقع من الاثنين. مظبوط. طب تاني حاجه، ده غير ان انت ابدا مشروع. ما هو انا اصلا معيش فلوس، فالمشاريع التقليديه لو انا هفتح ابسط حاجه صغيره في البلد، انا لو هجيب سوري يعني توك توك عايز له 100,000 وشويه تمام كده بالظبط. ده موضوع طيب رقم 3، اطور مهاراتي واخد كورس في حاجه. حلو. عارف بقى اللي خلاني ما خدتش الاكشن ده ايه؟ ان انا بعد ما اطور مهاراتي واخد الكورس في حاجه، انا هعطل في التسويق برضو. يعني انا محتاجه اخد حاجتين، مهاره وتسويق، مش مهاره بس. فاهم قصدي ازاي؟ لازم اعرف اسوق لنفسي واعرف اسوق لنفسي، ابني حاجه اسمها براند شخصي، وده الجزء اللي انا هكلمك فيه. طبعا السفر بره حدث ولا حرج، فلقيت ان انا لو ربنا مش مقدرني اطلع بره بجسمي، فاطلع بدماغي، ما اقعدش في حتتي. فاهم قصدي؟ بمناسبه السفر دي، انا مش مع فكره ان احنا نسافر بره. بالرغم من الوضع اللي احنا فيه ده، انا شايف ان احنا واحنا هنا، انت هتروح بره هتجيب فلوس وبتاع، وهترجع هنا تواجه نفس العيشه دي. ما هي التضخم اكلها حرفيا، الى جانب الغربه والشقه والحرمان من الناس دي برضو حاجات مش سهله. فزي ما بقول لك، لو انا مش هخرج بنفسي، اخرج بعقلي بقى، اخرج بدماغي، اخرج اوت اوف ذا بوكس. فانا جوه البوكس، خلينا نخرج بدماغنا تمام. فبدات بالظبط كده، دي الحاجه اللي انا بدات افكر فيها، ان انا محتاجه لما جيت ادور على حاجه ثانيه، كنت بدور على حاجه فيها ثلاث شروط من وجهه نظري، او عارف لما تحط، يعني ايه اللي بيخلي الناس كتيره تتوه يا استاذ ابراهيم؟ ان هو مش عارف هو بيدور على ايه. مظبوط. انا بدور على حاجه ازود دخلي، بس هو بيقيس الحاجات على امكانياته من غير ما يحط انا عايز حاجه فيها ايه، وابقى برضو حاطط على ارض الواقع ان مفيش حاجه بدون مقابل. فانا لما جيت حطيت الشروط عشان ما توهش التوهان ده، حطيت 3 حاجات. اول حاجه ان انا مش عايزه اشتغل لحساب حد. يعني كنت سامعه عن التسويق بعموله، بس اكلمك بصراحه، في الاخر مين اللي هيقيمني؟ الشخص اللي انا بسوقه، صح؟ ممكن بيا الامر، لو مش عاجبني النسبه هيقول لي اجيب غيرك. انا مش عايزه اشتغل عند حد، انا عايزه اشتغل لنفسي. تمام. تاني حاجه، ان انا عايزه حاجه اشتغلها جنب ولادي، لان انا ما عنديش طاقه انزل تاني واتحرك وكده، وما عنديش رفاهيه الوقت اللي ادي حاجه وقت طويل. كنت عايزه حاجه يا دوب اديها كام ساعه في يومي كده، وفي الوقت اللي انا اظبطه. حلو. تالت حاجه واهم نقطه، ان انا عايزه اشتغل حاجه ما تبقاش محتاجه مني خبره جاهزه اروح ادخل اطبقها. انا عايزه حاجه تمدني بالخبره، لان انا شغلي في الوظيفه خلاني عندي خبره سنه مضروبه في ال10 سنين، ما اعرفش اعمل حاجه تاني. ده عيب الموظف، انه بيفضل في دايره زي الفار اللي بيجري في هي سنه الكوره دي متكرره 10 سنين، 20 30 50 سنه، ولو 40 سنه بطلع معاش، الكيرف بينزل، صحتي بتقل فبطلع معاش، فتلاقي ان في عز الوقت اللي انا محتاج فيه، بعد الشر يعني علينا، بس مصاريف في الشيخوخه وامراض الشيخوخه والتعب والمرض وكده، معاشي. يعني انا والدي كمهندس مدني كان بيقبض 7 و8000 مثلا على قرب المعاش، لما طلع معاش بقى بياخد مش عارفه 1000 وشويه ولا 2000 جنيه. دي حاجه عملت لي اصلا كليك، اللي هو ايه، هو انا في الوقت اللي محتاجه فيه فلوس اكتر، البنات العيال كبروا وعايزين جواز وعايزين جهاز وعايزين وانا عندي مصاريف مرض وكده، اخد 2000 جنيه، ولما كنت زمان كنت اخد اكتر. مايند سيت غريبه اصلا يعني. احنا عندنا فعلا مشكله في المعاشات. لان الموضوع كمان معتمد على فكره وقت مقابل فلوس. انا بخصم منك على ده، ولو ركزت في نقطه هتلاقي ان المعاشات اتخصمت ايام ما كان الدولار برقم زهيد قوي، وجايب الباكد ورقم مش جايب حاجه. انا بيتخصم مني معاش والدولار ب 6 جنيه، وباخد معاش والدولار ب 40 جنيه. معاش والدولار عامل 30 40 جنيه، فاللي هو نفسها انا مش هينفع اكمل. انا الحته دي وقفتني، اللي هو ايه، انا مش هينفع اكمل كده.
وبصراحه حطيت يعني انا قعدت 10 سنين بحلم نفسي اجيب كذا واجيب كذا واجيب كذا، وعشمانه اني بعد سنتين 3 10 هجيب ده. لما جت 10 سنين عدت من عمري، انا بدات اشتغل وانا 22 سنه. انا بدات الشغلانه دي انا النهارده 36 سنه، فانا بداتها وانا 32. انت متخيل 10 سنين من عمرك راحوا بدون اي حاجه؟ ما قدمتش غير ان انا اكلت وشربت واتجوزت الله ينور عليك. لا، وانا بالنسبه لي ما دفعتش في الجواز بس. انا مرتبي راح كده اهو، تمام كده. فعلا ما خدتش حاجه بجد. فهنا مش فوق بقى، انا لازم اقف بقى ستوب انف كده ويلا نغير الوضع. حلو. اللي حضرتك قلتيه ده بالظبط هو اللي الناس عايزه تتكلم فيه، ان انا بقبض 2000 جنيه في وظيفه. طب انا يا ابراهيم اهو انا معاك، يلا شغلني، او خليني اروح اشتغل فريلانس او اقبض بالدولار. حلو قوي. اعمل ايه؟ ده حلو السؤال قوي. المباشر والدايركت اللي دايما بتساله، اروح فين؟ اعمل ايه؟ اتعلم ايه عشان اشتغله؟ تمام، خليني اكلمك في حاجه. ايه اللي خلاني اخترت انا، يعني انا مثلا بالنسبه لي انا كحنان ليه اخترت؟ مش بس اصل مجال الافيليت ماركتنج ده مجال واسع جدا جدا، يعني انت تقدر تكون افيليت في اي حاجه مع نفسك، حلو. ولكن انا شفت ان، عارف فكره ايه؟ لما تكون داخل في ملعب واسع قوي وانت المفروض بتسابق كل الناس، الموضوع هيبقى صعب، صح؟ بس لما تكون بتلعب في ملعب قلبك فانت بتسابق نفسك، انت بتقيس تطورك عن المره اللي قبلها، مش بتسابق حد. الموضوع هيبقى احسن. بمعنى ان الافيليت ماركتنج كتير ممكن تروح تسوق لاي حاجه ثانيه، بس لازم نتفق ان مفيش حاجه تقدر تبداها في الاونلاين الا وانت عندك خبره، والخبره دي بفلوس. يعني ايه؟ لازم تروح تاخد كورسات وتطبق فتره وتطبق بدون مقابل وتطبق من غير ما تكسب علشان تاخد الخبره اللي تجيب لك فلوس بعدين. حلو كده. فانا كده كده ببدا بان انا بدفع اي حاجه. فلقيت ان انا طالما كده كده هدفع، طيب نبدا في حاجه فيها الميكس. يعني ايه؟ يعني استفيد بان انا اتعلم حاجات. يعني مثلا از اكزامبل، يعني على سبيل المثال، المجال بتاعي او البزنس اللي انا عاملاه هو ايجنسي لبراند امريكي، وكاله لبراند امريكي بتشتغل في مجالات كتيره. من ضمن المجالات دي فيها كذا مجال، بس من ضمنهم اللي شدني فيها التعليم الالكتروني. ان انا بتعلم الدروب شيبنج وبتعلم امازون وبتعلم الديجيتال ماركتنج وبتعلم كل ده. ده لوحده يجيب لي ايه؟ يجيب لي فلوس لو انا بدات اشتغل فيه، حلو، وفلوس كتير لو انت بدات تطبقه، حلو، بعد ما يخلص الكورس. فانا اشتريت الوكاله وخدت الكورسات ضمن الوكاله، حلو. طب الحاجه الثانيه ان انا هلعب دور الوساطه. بمعنى، تعالى ندي مثال على التعليم الالكتروني. كلنا ممكن ندفع فلوس في اكاديمي معينه ايا كان القيمه، وخدت لها ايه ودفعت الفلوس دي وخدت الكورس ويلا عيش مع نفسك، صح؟ ما حد بالظبط وجهني ازاي اطبق. طب انا لو رحت انا مثلا كاستاذ كحنان خدت الكورس ده وجيت استاذ ابراهيم، على فكره استاذ ابراهيم انا خدت الكورس في الاكاديميه الفلانيه وعلى فكره ممتازين وشرحهم رائع و حلو. هل استاذ ابراهيم لو راح اخد معاهم انا استفدت حاجه؟ انا عملت دور الوساطه اهو، بس عملته عشوائي. حاجه ببلاش. عملته عشوائي من غير ما اقصد، وهو ده الافيليت ماركتنج. الافيليت ماركتنج مجال كلنا عايشين فيه ليل نهار، بس عمرنا ما عملناه صح او عمرنا ما عملناه بمقابل. يعني كلنا بنروح مطاعم وبنحجز نوادي لاولادنا، او بنروح لدكتور، او بنعمل صيدليه معينه، كلنا بنعمل ريفير، كلنا بلا استثناء بنعمل ريفير من غير ما نحجز ومن غير ما اكسب عليه مليم. طب ما تعالى حطه جوه سيستم للافيليت ماركتنج فتبقى بتسوق لي عشان انت استخدمتني. فاهم الفكره؟ يعني تعالى نتخيل ان انت هتجيلي الصيدليه فبقيت زبون عندي، حلو قوي، بقيت زبون عندي. طب لما بقيت زبون عندي قلت لك ايه؟ طيب ما تعالى يا استاذ ابراهيم، طالما انت زبون عندي، اي زبون هتجيبه لي يشتري من عندي انا هديك إيه؟ خلي بالك انا سكيور الاول وخليت بالي قوي ان انت تاخد سيرفيس حلوه مني. يعني القيمه لان انت مش بتسوق لي من غير قيمه. حلو كده. فقلت لك ايه رايك؟ اي حد هيجي من خلالك، اما ان انا هعمل لك خصم على اي روشته ليك، او هديك نسبه من الروشته دي از اكزامبل يعني. فبدل ما اصرف فلوس في الدعايه والمها تاني، انا خليت الموضوع واحد واحد. بس انت في الاول جيت لي واشتريت مني ودفعت عندي وشفت خدمتي، عشان كده بقيت عارف تعمل ده. حلو جدا. ففكره ان الافيليت ماركتنج هو مجال كلنا عايشينه من زمان قوي وستيل بنعمله في حياتنا من غير ما نحس، بس عمرنا ما حسنا منه. بس انا لما بدات اتعلم ازاي احط ده جوه نطاق ان انا اطبق ده بشكل براكتيكال، يبقى في حد بيوجهك بقى. احنا ليه ما بنكسبش منه؟ لان محدش بيقول لي اعمله ازاي. بالظبط. ما فيش حد بشكل مباشر يقول روح اعمل فيسبوك بيج مثلا ونزل عليه اعلانات بكذا، مش حد بيعمل ده. بالظبط كده.
طب لو انت النهارده بقيت مسؤول مني، فانا هعلمك مهاره الافيليت ماركتنج اللي انت في العادي بتعملها من غير ما تعمل منها حاجه. طب ما تعالى اعلمها لك عشان تعمل منها، بس انت هتعمل الافيليت ماركتنج ده لايه؟ ليا انا. حلو كده؟ بالظبط. كايجنسي. فانت استفدت بالحاجات اللي انت خدتها، الكورسز والحاجات التانيه، هو مش كورسز بس، حاجات كتيره، بس استفدت بالكورسز دي في ان انت تفتح لنفسك ابواب كتيره، وكله اونلاين. يعني انت في الاخر نفس الفيسبوك اكونت ونفس باقه الانترنت ونفس الكام ساعه اللي بتقعدهم على السوشيال ميديا والانترنت، عملت ايه؟ فتحت مجالات كتيره قوي. يعني تعالى اضرب لك على سبيل المثال السوشيال ميديا مانجمنت. ايه السوشيال ميديا مانجمنت دي؟ اداره صفحات تواصل اجتماعي، الاعلانات المموله. انت النهارده لو انا عندي مشروعي صيدليه وهعمل اعلان ممول، هروح اقول لك والله انا عايزك يا استاذ ابراهيم تعملي اعلان ممول للصيدليه بتاعتي. طب يا دكتوره حنان انت عايزه انهي بادجت؟ عايزه اعمل لك ب 3000 ولا 5000 ولا 10000 على حسب انت عايزه الريتش يوصل فين. انا دفعت لك ال 5000 عشان انا ما بعرفش اعمل ده. هو انا لو اتعلمت مش ده يخليني اسرفس على مشروعي وافتح حاجات تاني واكسب منه تاني؟ اه طيب الدروب بالظبط. شيبنج هفتح منه مشروع. امازون اف بي اي هفتح منه مشروع. الديجيتال ماركتنج انا كل ده بتعلمه جاست ان انا خدت الوكاله. فاهم قصدي؟ بلس اتعلم الافيليت ماركتنج ليا مع بقيه المجالات. في مجالات تاني، في حاجات في الاستثمار، في حاجات في السياحه، هو ميكس يعني، ميكس قوي. بس القصه فين؟ ان انا كده كده بعمل ده. انا لو رحت خدت اكاديميه عند ترينر في الدروب شيبنج ولقيته ان هو مميز وبيديني، خلي بالك من ضمن الحاجات اللي احنا بنتعلمها اصلا في التسويق، وبتلاقي مهارات التسويق بتتعلم بالتطبيق. يعني في فرق بين ان انا اديك كلام 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 تنزل ارض الواقع تتخبط، ما يبقاش في منتور، ما يبقاش في حد يقول لك يمين شمال صح غلط، لا دي غلط لا دي صح. احنا بنفتقد الحته دي على فكره. يعني ما عندناش حد بيقول صح وغلط. ليه؟ اقول لك ليه. لان ببساطه انت منافس ليا، او انا مش فاضي امشي معاك في التطبيق، انا اديتك الكورس وخلصنا. بالظبط، حلو. انا بس ما لما انا بتعملش تبقى وخلاص. واخد الايجنت بتاعتي، هو انا اسمي على اسمك، انا كوكاله انت وكيل ليا. يعني تخيل مثلا اكزامبل اي براند من البراندز الكبيره، اي براند ماكدونالدز اكس واي زد، لما انت بتاخد الوكاله بتاعتها بملايين، هو بيديك السيستم بتاع التشغيل بتاعه، انت مش محتاج تبتكر سيستم، اه ده انت حقيقي. دفعت قيمه السيستم، عشان كده الوكاله بتاعتها بملايين. واللي انت في وشه. الصوت تمام؟ تمام معاكي؟ اه كده انا تمام. كان في ايكو بس في الصوت. فاهم قصدي؟ فالموضوع هنا بيبقى ماشي ايه؟ ماشي ان انت بتاخد الحاجات علشان تعرف تتكلم عنها. عمرك ما هتعرف توريني فاليو الكورس ده وانت اصلا مش واخده من الاخر. عشان تعرف تسوق لازم تبقى فاهم القيمه، وعمرك ما هتفهم القيمه وانت اصلا مش عارفها. الموضوع مش نوليدج، مش معلومات باخدها عشان احفظها عشان اروح اقولها في اي حته. هو الموضوع ان انت فعليا خدت الحاجه دي وعارف قيمتها. عمرك ما هترشح لي دكتور انت ما رحتوش. بالظبط. كده مظبوط. بالظبط. فهي دي الفكره. يعني انا محتاج في البدايه خالص قبل اي حاجه اغير عقليتي من ان انا اكون موظف لان انا اكون راجل بزنس مان. بالظبط. اقرا كتاب اب غني واب فقير. اه. تمام زي ما انا في ولو برنامج انت اب ما غني. بتحبش القرايه زي حالاتي، انا ما بحبش القرايه، بس انا سمعت البودكاست او شفت فيديوز. يعني ايه؟ في قناه انا برشحها اهو، بعمل اهو يا جماعه بعمل ترشيح، بعمل افيليت اهو. قناه اسمها دوبامين كافيه على اليوتيوب. القناه دي واحد سعودي اللي عاملها اسمه نصر العقيل، بيشرح كل الكتب تقريبا اللي ممكن تساعدك في ايه. ممكن تساعدك في فكره ان انا اتعلم كتب كتيره. فن التعامل مع الناس على فكره بتساعد في تطوير الشخصيه جدا جدا جدا، صراحه فرقت معايا كتير. فالقصه ان الكتاب ده لو انت ما بتحبش القرايه ممكن تسمعه فيديوز او كده. فدي النظريه، ان انا لازم اللي هيخليني اغير دماغي مش ان حد يجي يقول لي كلمتين ويمشي ويسيبني، ان انا اسمع وابدا اعمل حاجه اسمها اسلوب قياس. احط اللي انا سمعته ده على حياتي، هو انا في انهي محطه من دول. ده اللي هيخليني افوق. يعني احنا دايما كبشر عموما بنفوق بالصدمه. يعني انا لو ما كانش عندي احتياج وكانت دنيتي ستيبل، اكيد ما كنتش قررت ابدا. وانا مؤمنه بنقطه حلوه قوي، ربنا مش بيقفل الباب الا لما يكون في باب تاني بيتفتح. لان لو الباب ده اوريدي مفتوح انت عمرك ما تخرج منه. بنحب حاجه اسمها منطقه الراحه، انت متعود على الحته دي. ودايما احنا متربيين على حاجه كلنا بلا استثناء من اهالينا، يعني ايه دخلك في حاجه ما تعرفهاش، خليك في اللي انت عارفه، وليه تجرب وليه تغامر وليه مش عارف ايه. وعشان كده مش كل الناس بتتغير في دنيتها خلال فتره صغيره الا لما تغير الحته دي. لان الميزه كلها في الريسك. يعني لو جينا شفنا مثلا مين بياخد مرتب ثابت، الويتر ولا صاحب الكافيه؟ لا وي. طب مين بيكسب؟
اكتر وبينجح اكتر؟ تعرف ليه؟ طب ومين خد الريسك؟ مش عارف ليه. مش الويت الويتر ما عملش حاجه خالص، جه ومشي كده. فاللي اقصده ان في الاخر طالما عايز اكسب اكتر لازم اعرف ان في خروج من المألوف، مش هتعمل حاجه بحاجه ثابته. انا دلوقتي بقول لواحد اتعلم 21 سنه تمام، في خلال السنين دي كلها اتعلم انه يبقى موظف، هيطلع بره التعليم اللي انا وانت اتعلمناه وكل الناس دي اتعلمناه، وطلعنا عايز وظيفه ب 1000 2 3. مع العمر ما بيكبر الحياه بتتحرك بسرعه السحاب واحنا بنتحرك بسرعه النحله. بالظبط. يعني احنا بنتحرك، يا ريتنا بنتحرك، احنا بنرجع لورا. يعني فانا النهارده عايز الثبات بس شويه كده. فانا عايز اخد الناس اغير عقليتهم، اقول لهم بدل ما كنت انت بتشتغل موظف، بالمناسبه انا لسه موظف، انا ستيل موظف، يعني انا ما خدتش على فكره سبت الوظيفه من سنه. اقول لك سبت الوظيفه ليه؟ يعني انا على فكره البزنس ما كانش واخد مني وقت يستدعي ان انا اسيب الشغل. بس اكلمك بصراحه، لما بتيجي تعمل تقييم ان انا بدي 8 ساعات من يومي في مكان، ونتكلم بصراحه، الحاجه اللي هتخليك تكمل في المكان ده تكون بتتقدر فيه. بالظبط. تقدير مادي او معنوي او الاثنين، والاثنين مهمين. صح؟ بالظبط. التقدير المادي ملوش علاقه لان دي تحكمات ودرجات ماليه وحاجات فيكسد، دي بتاع الدوله في الاخر. بس التقدير المعنوي مهم. صح؟ لو انت مش متقدر في مكان معنويا، حتى لو الدخل، مش بقول لك ان الدخل مش مهم، بس في حاجات بره قدرات اداره المكان. بس لما بدات اشتغل البيزنس ده بالتوازي 3 سنين، لقيت ان انا بتقدر ماديا ومعنويا. بتقدر مش من حد، في الاخر انا ليا الوكاله بتاعتي. عارف لما يقول لك كده حسابك باين، يعني ايه؟ انت لو اشتغلت كتير بتلاقي الحساب بتاعك جايب فعلا ارقام محترمه، ما اشتغلتش مش هتلاقي حاجه، فما حدش ظلمك. بس في الشغل احنا بنتظلم، لان الموضوع مش داخل فيه ايفورت ولا داخل فيه مجهودات، داخل فيه حاجات تانية، حاجات مش بايدي ان انا حتى اغيرها. الله ينور عليك. انما انا لو بشتغل لحساب نفسي، كل ما هشتغل اكتر كل ما هكسب اكتر. عارف ان انت بتزرع، يعني انا بشبه الموضوع بايه؟ تخيل ان في 2 بيزرعوا، الاثنين بيدوا مجهود الزراعه، والاثنين بيحطوا سماد، والاثنين بيعملوا ايفورت كبير، وده طالع له زرع مع الوقت، والتاني قعد سنه واثنين ثلاثه مش طالع له زرع. هو مش العيب في المجهود، المجهود راح في حته غلط. هي الارض بايظه، هي الارض بور، انت محتاج تغير الارض، مش مشكله فيك، يعني فاهمني؟ تستقيل. الايه؟ محتاج تستقيل. لا مش شرط تستقيل. عايزه اقول لك ان انا ما استقلتش. اقول لك انا ليه ما استقلتش؟ اقول لك ليه ما استقلتش؟ لان انا مؤمنه بمبدا تعدد مصادر الدخل. يعني ايه؟ يعني انا كده كده مخليه الوظيفه، انا ليا 6 سنين رعايه طفل، فانا واخداهم حلو كده. بعد شويه قد استقيل قد اكمل، ما اعرفش الدنيا هتعمل ايه. فدايما مؤمنه ان اسيب بيبان كتيره مفتحه، ما بحبش اقفل باب لحاجه عشان امكانياتي مش جايباها. فاهم قصدي؟ بسيب بيبان كتيره مفتوحه، لان ربنا سبحانه وتعالى هي الدنيا كلها سعي وتخبيط ابواب، فما ينفعش اخبط الباب اللي على مزاجي او على قد امكانياتي او على قد فلوسي او على قد خبراتي او على قد وقتي. فاهم قصدي؟ لاني انا ضيعت عمر كبير من عمري بسبب ان انا مستنيه وقت مناسب. ان شاء الله يجي وقت مناسب. وقت مناسب ما جاش اصلا الا لما خدت خبطه محترمه فوقتني ان مفيش وقت مناسب. مفيش حاجه اسمها وقت مناسب. لو كنت تتذكري كنت حكيت لك ان انا قعدت 6 شهور في البيت اشتغلت فيهم اونلاين. تمام. كنت تقريبا باخد بكسب او بيجي لي العائد كل 6 ايام. كل 6 ايام مثلا 3 كل 6 ايام كده يعني شيكاتنا ودخلنا اسبوعي اصلا. دي كانت مدياني راحه رهيبه، قاعد في البيت طول النهار باخد اللابتوب واروح اقعد في كافيه، كان يعني عيشه بجد. بس كنت طول الوقت خايف ان الوقت اللي انا هفقد فيه شغل ده ما كانش هيبقى فيه عائد. عائلة الموظف كانت معايا، يعني انا ما عرفتش اسيب عائلة الموظف لانه لسه دخل ايجابي برضه. ودي القصه اللي انا بتكلم فيها. يعني ايه مين المجال ليه انا اخترت المجال ده تحديدا؟ لانه ماسك النقطتين، دخل ايجابي بس مع الوقت يبقى دخل سلبي. عشان كده مع الوقت انا قدرت اوصل ولله الحمد بمساعده التريننج سيستم ومساعده الاورجنايزيشن بتاعتي والكلام ده في 25 دوله. انا ما اتحركتش بره القريه بتاعتي في الصعيد. بس نتكلم بصراحه، قوه الانترنت النهارده ما خلتش فيه حواجز، ما خلتش فيه حاجه صعبه. بالظبط. احنا بنعمل لايف اهو، كل واحد فينا قاعد في بلد. لا بس انا جنبك هنا في المنصوره دلوقتي. طيب خلينا نقول ان احنا عايزين نغير راي الناس او فكره الناس، ان انا يا جماعه لو انا رحت استخدمت منتج كويس جدا وعندي القدره على ان انا اقدر اتكلم عنه كويس واسوقه لغيره،
ايه المانع ان انا اقف في النص واجيب اللي محتاج واجيب اللي بيقدم الخدمه وابيع ده لده؟ خليني اقول لك حاجه حلوه. الفكره بالظبط اللي بتحاول تقوليها. حلو بالظبط. بس هنا في نقطه احب بس اظبطها. مش شرط ان انا ممكن تكون عندي القدره عشوائي، لانه في ناس بيبقى عندها ايه، بيبقى عندها كونسبت كده ان التسويق ده محتاج قدره على الكلام وقدره على الاقناع وقدره مش عارف على ايه. هو اصلا مجال التسويق مجال بيتطور بممارستك وبيتطور بمهاراتك، وانت مش محتاج تقنع حد باي حاجه. يعني انت محتاج النهارده انت عايز تبيع لي موبايل، انت محتاج تعرفني ايه اللي يميز الموبايل ده عن اي موبايل تاني. مش محتاج تقنعني. هو انا هقتنع لو لقيت الموبايل ده بيلبي احتياجاتي اللي انا بدور عليه. فرقم واحد اعرف احتياجاتي ايه، رقم اتنين ادهاني وصل لي ان ده هيديني احتياجي اصلا. لان قصه ان لازم يبقى عندي قدره على الاقناع، مفيش حد على كوكب الارض عنده قدره على الاقناع اصلا. ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش المهاره دي يعني الله المثل الاعلى يعني عند الانبياء والرسل، ويعني باختلاف لغايه دلوقتي في ناس ملحده يعني. فما فيش حاجه اسمها حد قادر على قدره على اقناع حد. يعني القصه كلها ان انا عقلي عندي وفي حاجات بتجيلي، انا لو بدور على الشيء ده فاللي بيشرح لي الحاجه دي لو عرف يوضحها. وده بقى مش محتاج ان انت تبقى شاطر في التوصيل، محتاج ان انت تبقى عندك الرغبه ان انت تتعلم ازاي اوصله، لان كده كده في قيمه موجوده. حلو. لان انت اصلا بتعمله من غير دراسه ومن غير تدريب ومن غير اي حاجه عشوائي، فانت ما عندكش القدره. انت بتعمل ريكومنديشن. انا اشتريت ثقتك بس، ان ابراهيم لما راح للدكتور ده رشحه لي بثقه، مش عشان هو شاطر في انه يشرحه لي. صح؟ بالظبط. هو تاني ده خبره. جزء من عندنا من الشغل اللي احنا بنتعلمه دلوقتي هي فكره البينيفيتس اللي انا بديها للعميل. نفس المنتج بالظبط، وليكن ثلاجه مثلا، في عميل بيبص لها بشكل والعميل تاني بيبص لها انا يهمني رقم واحد استهلاك الكهرباء. فانا لو قلت له ان هي ما بتستهلكش كهرباء خلاص انا اشتريت، لا فارق معايا امكانيه. الناحيه الثانيه انا الساعه يعني عايزها كبيره او صغيره. لو هي كبيره جدا فانا خلاص اشتريت، مش فارق معايا الباقي. بالظبط. هو اديلك الاحتياج. وعايزه اقول لك هتلاقي ان كل واحد عنده احتياج واحد، والحاجه اللي في ايدك بتلبي احتياجات كتير. بس انت ممكن تقول لي احتياج انا مش عايزه. يعني اللي محتاج الساعه ده انت جيت قلت له الثلاجه بتوفر كهرباء، اي دونت كير انها توفر كهرباء، انا عايزاها واسعه. يعني انت اوريدي الثلاجه بتوفر كهرباء وواسعه، بس انت لما جيت اديت له حاجه هو مش عايزها، على الرغم ان الحاجه اللي هو عايزها عندك. بالظبط. هو ما بصش على دي ومش فارق معاه. الله ينور عليك. فانت لو عرفت تدرس منتجك وتعرف ازاي اطلع الحاجه اللي الشخص ده عايزها، فالموضوع محتاج ايه؟ ممارسه. مش محتاج ان انا ابقى شاطر في ده. لانه انت لما رشحت لي الدكتور، هو انت رحت له رقم واحد وانت عرفت ان انا بشتكي من المشكله دي. يعني انا ما بشتكيش من الاسنان، فما تجيش تقول لي والله فلان الفلاني دكتور اسنان شاطر، انا اصلا بشتكي مثلا من صداع، انا مالي بتاع الاسنان. فلازم عندي مشكله، عندي احتياج اوريدي وانت اديتهوني علشان انت جربت بس خلصت. انتوا بتستخدموا السوشيال ميديا في التسويق بتاعكم ولا انتوا بتعتمدوا على الناس نفسهم؟ يعني زي ما بيقولوا الهندسه الاجتماعيه، انا بقول لك وانت بتقولي ده وده بيقول لي ده وبيقول لي ده، ولا انتوا بنستخدم كل حاجه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان كلنا دلوقتي النهارده بقى تواصلنا سوشيال ميديا اكتر من تواصلنا الشخصي. انا وانت النهارده قاعدين سوشيال ميديا، صح؟ وده اللي بيفتح الحواجز. لكن مش بستغلش السوشيال ميديا بمعنى ان انا بروج راندم. هو انا زي ما قلت لك قصه ان ممكن ابراهيم يهتم بحاجه في اللي انا بقدمه. يعني مثلا في ناس مثلا از اكزامبل هي بتحب تسافر كتير، ما بتحبش تتطور في مهارات، فهي بيهمها في اللي انا بقدمه السفر واقفل على اي حاجه ثانيه. في ناس تاني بتحب التعليم وانا مش بتاع سفر، فاهمني؟ فلو انا بسوق كده عشوائي كاني بالظبط بتكلم عشوائي، مش هاخد بنفيت. لكن انا بكون عارفه ابراهيم وعارفه احمد وعارفه حسين، فانا بعمل انونسمنت. هو التسويق كله عباره عن اويرنس، ادراك ان في حاجه بتقدم 1 2 3 10، زي التسويق العقاري، زي التسويق الادويه، زي انا لو ما عرفتش القيمه والحاجه دي مميزه عن ايه، حاجه اسمها كده يونيك سيلينج بوينت، نقطه البيع المهمه عندك. فاحنا في شغلنا انت عندك قيمه اصلا اللي هي الفاليو بتاعت البراند، عندك مجالات كتير بتتعلم ازاي افهمها واعرف قيمتها، ده من خلال التدريبات، وازاي اتكلم عنها. مش انت بقى اللي بتشرح كل ده، انت بتتعلم ازاي تعرف القيمه دي للناس اللي محتاجاها. ليه؟ لان مش كل الناس محتاجه كل حاجه. مظبوط. لما اتكلمنا كده حلو جدا. بالظبط كده. فاحنا بنتعلم ده من الصفر. يعني مش محتاج يبقى عندي مهاره او خبره او سكيل اعتمد عليه. انا عن نفسي بداته صيدلانيه حكوميه تشتغل 10 سنين،
جوه وزاره الصحه، وظيفه في الدفاتر، ملهاش اي كوميونتي، عايشه في الصعيد زي ما انت قلت في الاول، موضوع صعب. فكنت شايفه لو انا هفكر بالعقليه اللي انا متعوده عليها، الموضوع ده مستحيل ينجح بالورقه والقلم لو احنا هنتكلم بيها كده. طب ايه اللي خلاني خدته؟ ان انا بدات اشوف هو انا لو ما خدتهوش عندي ايه بديل. هتكملي زي ما انت. اذا الاحسن ان انا اجرب حاجه جديده، 50% تنجح 50% لا، وانا افضل زي ما انا ب 100% مش هتغير. لا 50% انجح ده، بس هو مش كل الناس مؤهله ان هي تبقى فريلانسنج، او مش كل الناس مؤهله انها مش كل الناس مخلوقه عشان تبقى غنيه. انا مش مخلوق عشان ابقى غني الله يعني. ينور عليك. علشان كده احنا بنعمل ايه؟ انت بتعمل في التسويق في كل حاجه فلتره. انت عمرك ما هتعرف تبيع الثلاجه مثلا عندك في توشيبا لكل الناس. بالظبط. انت ناس بتعمل معينه فلتره. انت بتعمل فلتره. يعني ايه اه فلتره؟ يعني ان انا بحط كل الناس في ان انا اعرفها عن مزايا الحاجه اللي انا بقدمها، ففي ناس هتهتم وناس لا، او تبدا تكمل معايا بروسيس. انا بعمل كده. انا بقدم 1 2 3 زائد تريننج سيستم يخليك تمتلك البيزنس بتاعك. في ناس هتفضل في عقليه الوظيفه لغايه الى الابد، في ناس مش عايزه. خلي بالك، آه، هي كل الناس عايزه، بس عايزه اللي على مزاجها، وده اللي احنا ما بناخدهوش. انا قعدت 10 سنين عايزه اللي على مزاجي وما لقيتوش. لما قررت اخد اللي على مزاج الدنيا، يعني اللي الدنيا عايزاه دلوقتي ايه؟ عايزه 1 2 3 يكون عندك مهارات كذا كذا كذا، فانت لازم تطلع من عبايتك اللي انت متعود عليها، لان لو فضلت تجيب الحاجه على مقاسك انا عمري ما هقدر. في مثل كده بيتقال زمان يقول لك على قد لحافك مد رجليك، صح؟ طب مظبوط. كبير يا عم، هو ليه اقعد اضيقها على نفسي يعني؟ مظبوط. طيب يعني انتوا عندكم ناس اتغيرت فعلا يعني. انا واحده من الناس اللي الحمد لله اتغيرت، وانا النهارده في المنصوره. عشان كده احنا بنتكلم النهارده، كل الناس اللي كانت عندكم اتغيرت فعلا اكيد يعني، ولا الناس لان تاني الموضوع محتاج التزام. هو في الاخر اقول لك على حاجه، هو ايه اللي بيخلي اي حد، يعني نتكلم على ارض الواقع كده، تخيل ان كل الناس بتدخل نفس المجال فتنجح، ايه التميز في الحته دي؟ تمام الله كله نجح. ينور عليك. امال ايه القصه؟ القصه ان في شروط انت تعرف تنجح بيها. انت بدات، كلنا بدانا براس مال، كلنا بدانا ان احنا نبدا البزنس، كلنا بدانا كوكاله، ليه ناس وناس لا؟ لان ايه الحاجه اللي تخليك تلتزم يا استاذ ابراهيم في اي حاجه انت بتعملها في حياتك؟ حاجتين. احنا دلوقتي كلنا تقريبا يا بنشتغل يا وظيفه يا مشاريع، صح؟ بالظبط. حلو قوي. تعالى نشوف القطاعين دول. ايه اللي يخلينا نلتزم في الوظيفه؟ ان في جزاءات، ان في نقل، ان في تعسف، ان في خصم، ان في حاجات على دماغي هتبهدل لي الدنيا. فمكمل غصب عنك. حلو قوي. بكمل وبلتزم غصب عني، مش انضباط ذاتي، انضباط مجبر. بالظبط اه. حلو قوي. طب المشروع التقليدي ايه اللي بيخلينا نلتزم فيه؟ ايجارات، عماله، كهرباء، منافسه، حاجات كتير قوي بتوقع لي الدنيا. فانا غصب عني محتاجه انزل وانا تعبان، علشان لو ما نزلتش والنهارده ما عملتش مبيعات هدفع الفلوس دي من جيبي. وستيل انا ساعات، مش انا كحنان بقى، ده كل المشاريع التقليديه، لان انا ستيل صيدليه شغاله، اوقات لما بيحصل تضخم فانت بتدفع اكتر بس دخلك اقل، فانت اوريدي في تاكل في راس المال، اوريدي بتدفع اكتر. طب البيزنس ده ايه اللي يخليك تلتزم؟ ولا حاجه. انت انت انا بحبه ده كان موضوع. هل عليك مصاريف تشغيل؟ لا. هل عليك مدير يقسم لك او يعسفك او يقسم لك او اي حاجه؟ لا. اذا هو انضباط ذاتي، هي دي النقطه، ان مش كل الناس عندها انضباط ذاتي. في ناس بتنتظم يعني في ناس بتنضبط بان حد يبقى على راسها. حلو. بالظبط ده الموظف. ابسط لك الامر، في تريننج سيستم عندنا من اروع التريننج سيستم اللي بيشتغل على مستوى اكتر من 100 دوله، وفي 6.5 مليون بني ادم بيتدربوا. بس السؤال، لما بيكون في تريننج شغال، مين اللي من حقه يدوس اللينك عشان يدخل على زوم ميتنج التريننج سيستم؟ انت. طب لو انت بتكسكيوز ومش بتحضر، هل انا اقدر اجبرك ان انت تفتح او اخصم لك حاجه مثلا لو انا المنتور بتاعك او الترينر بتاعك او كده؟ ما اقدرش. عارف الموضوع اشبه بايه؟ ان في مثلا دكتور في الجامعه بيدخل يدي المحاضره ل 1000 طالب، في ناس امتياز، في ناس مقبول، وفي ناس جيد، في ناس بتشيل مواد وتدبلر سنه واثنين وثلاثه وعشره. هل المشكله في الدكتور او في الشرح؟ ما هو نفس الناس نجحت، ودايما هتلاقي نسبه اللي بتنجح اقل. ليه؟ لان عدد الناس اللي تعرف تعمل انضباط ذاتي نفسها اقل. فمن الاخر الموضوع كله معتمد على انا عايز وعندي استعداد اتعلم وعندي استعداد التزم. لان ببساطه قيمه ان انت تكون بتبدا بزنس زي ده، هو النهارده ما يجيبلكش لابتوب، يعني انت كده كده
لو هتبدا اي حاجه اونلاين عايز لابتوب اساسا. فانا كبير انا بشتغل من التليفون، بعد شويه بدات اجيب لابتوب، لكن يوم ما بدات من الموبايل بتاعي. حلو كده. طب لو انا هشتغل في اي مجال تاني عايز لابتوب، طب اللابتوب النهارده معدي ال 1000 وشويه دولار، انا هجيب لابتوب غير الكورس غير وهفضل اشتغل لوحدي. ايه اللي هيخليني انه فريلانسر برضه انضباط ذاتي، يعني كل مجالات الانترنت انضباطها ذاتي. هل كل اللي بيبدا فريلانسر بينجح؟ لا، في ناس كتير نسبتهم اكتر في عدم النجاح عشان ما فيش اصلا منتور، انت شمرت ونزلت بدراعك وعلى حسب ما ترسى. تنجح هتفشل. انت شايل شيلتك كلها، لكن هنا هو في تريننج سيستم مشيت عليه من الاخر، في تراك، فانت عمرك ما هتتوه حتى لو انت ماشي طالما في تراك انت جواه. انت مش هتوصل يعني من الاخر، عارف لما يكون في طريق طويل مش قصير، بس انت عارف اخره الحاجه الفلانيه، لو كملت ماشي انت هتوصله. بس لو انت ماشي مفيش طريق، انت ماشي في الصحراء شهور هتتوه. طب انا اجيب الطاقه دي منين؟ يعني انا شايف عند حضرتك دايما طاقه، حتى على عايز اقول لك على حاجه رهيبه بتفجرها هناك. عايز اقول لك على حاجه. التريننج سيستم بتاعتنا مقسومه نصين. حلو. تريننج مهارات، ودي سهله اقول لك بصراحه، سهل ان انت تجيبها من اي حته، سهل. بس تريننج مايند سيت، دماغ. يعني عندنا تريننج نظام تدريبي عن تظبيط دماغي، ان انا ازاي اتحول من فكر الوظيفي لفكر صاحب المشروع. فاهمني؟ ده اللي بيديك الطاقه، وده اللي يعني احنا عندنا قصه الباور اوف اسوشيشن، قوه الترابط، ان انت دايما عندك ناس بتسبورت، دايما عندك ناس بتصلح لك اخطائك، دايما عندك ناس لو فشلت في حاجه او ما عرفتش بتقول لك الصح، بتقول لك اقصر الطرق. ليه؟ لان احنا شغالين كفريق عمل، وكلمه فريق العمل هنا موجوده بجد، من الموضوع مش حد مدير على حد، لا، هي مصلحه مشتركه. يعني من الاخر انا عندي فريق تسويقي كلنا بنسبورت بعض، كل واحد ليه دور في عمليه التسويق، وكل واحد بيكسب حسب دوره. فمن الاخر البيعه دي عشان تتم كلنا مشتركين فيها، فكلنا بنكسب. فانا مش مصلحتي اعطلك لان انا مش منافس. عكس لو كل واحد بيشتغل لوحده او كل واحد بيشتغل لحسابه. لو كل واحد بيشتغل لحسابه وكلنا وكلاء هنخبط في بعض. واصله؟ ده هتلاقي مذبحه كده يا باشا. يعني الشغل موجود وحقيقي تمام. بالظبط. فكره ان انا اكسب بالدولار موجوده، فكره ان انا اقدر اغير عقلي من ان انا اكون موظف لان انا اكون فريلانس او اشتغل حتى لوحدي موجود. انا خدت منك طاقه لنفسي، يعني انا حاسس ان انا بعد ما اخلص احنا لازم نتقابل، انا قلت لك ان انت لازم تيجي المنصوره نتقابل، لازم قبل ما امشي. اكيد. بس خليني اقول لك على حاجه، الموضوع مش بس في المجال بتاعنا، هو في العصر ده بقى فكره المكسب من الانترنت. يعني اكلمك بصراحه، بصرف النظر عن اتفاقي او اختلافي مع المبادئ دي، بس التيك توك النهارده واليوتيوب ومش عارف ايه، اختلاف الكونتنت طبعا بيفرق جدا ان انت تكسب، ولكن النهارده في عيال صغيره هي بتكسب من اليوتيوب اصلا. انا على فكره ابني عنده 13 سنه، حجزت له في اكاديميه اي سكول، ما اعرفش تعرفها ولا لا، وانا يا جماعه اهو مني انا برشح اي سكول لاي حد، ومش افيليت ماركتنج يعني ماليش دعوه معاهم، ولكن فعليا اعلى كاستمر سيرفيس، التعامل معاهم مع الناس قوي، بيعرف يحتوي الطفل الصغير لو هو لسه مش فاهم، خايف من التعامل مع الكمبيوتر. بدأنا كذا سيشن في البرمجة، فبجد من أروع الحاجات اللي أنا التجارب ليا، لأن أنا مقتنعة كمان مش بقول لك سنة ولا 2، أو مش كما بقول لك يعني 20 30 سنة، ده كمان بالظبط 15 سنين من دلوقتي. هو احنا دلوقتي فعلا بدأنا، لو لاحظت في وظائف كتيرة أو في هيئات كتيرة بدأت تستغنى عن عدد الوظائف بالابلكيشن. يعني ببساطة زمان، تعالى نرجع كده بالزمن 20 سنه ورا. حلو، 20 سنه يعني كنت انا مثلا بتاع عندي يعني داخله كليه، يعني عارف ايام الموبايل ما حصلتوش انت اكيد، موبايل ابو نوكيا ابو زراير الحلو ده. لا برضه مش صغير. لا الحمد لله. كان زمان المنبه في جهاز وتمشي بنوت بوك ورقه وقلم، وكاميرا في كاميرا الفوتوغرافر الصوره الحلوه دي اللي هي نحمضها بقى، وايام كودك والكلام ده، وكان كل حاجه الله ينور عليك كل حاجه في جهاز. صح؟ انت النهارده كله في تليفونك، لو تليفونك لا قدر الله ضاع ولا النت فصل انت حياتك وقفت. صح كده؟ الى جانب كل حاجه في تليفون، كشاف ونوت بوك وفويسز وحاجات بتدونها وحاجات بتكتبها وحاجات مش عارف ايه، كل حاجه بقت في التليفون حرفيا. طيب كان بصمه وبتاع كده كان في قبل، كان زمان ساعات تروح البنك تقعد تتلطع ساعه وساعتين وثلاثه، انت النهارده بابلكيشن زي انستا باي انت بتضغط تحول من حساب لحساب.
كنت تنزل وتستنى تاكسي ومش عارف انت تجيب اوبر تحت البيت. اللي اقصده هي الدنيا بتجري اسرع مننا، فلو انا قاعد بنفس التفكير القديم هي الدنيا مش هترجع لي لورا. هو انا اللي وقوفي هيخليني ورا غصب عني مش مزاجي. مظبوط. لان الدنيا بتجري بريت اسرع. يعني نتكلم بصراحه، التطور اللي حصل في اخر 10 سنين انا ما حصلتوش في ال 26 سنه اللي فاتوا في عمري، بالذات اخر 5 سنين. انت كنت كمان بتشتغلي في وظيفه حكومي صح؟ ماذا لو قلنا هتتخطى؟ يعني لو انت بتشتغلي عند حد خاص بقى، الريسك في ان هو يمشيكي اسرع بكتير من عايزه اقول الريسك على في حاجه، عارف انا اكتر وقت عملت فيه ريزلت في البيزنس ده في وقتين على مدار ال4 سنين. وقت الكورونا اللي الدنيا كلها كانت خسرانه، ووقت التعويم اللي هو حصل، مش التعويمات الكتيره اللي ورا بعض، اللي هو كان 15 نط 18 في 22 في 24. ليه على الرغم ان المشاريع كلها خسرت؟ طب ليه احنا نجحنا في الحته دي؟ لان بقى في وعي قوي جدا ان مجالات الانترنت بقى هي اللي جايه. يعني انا النهارده لو في مشاريعي التقليديه وحصلت الكورونا ومفيش ايرادات، بس انا ما عنديش مصروفات، ولا كسبان ولا خسران، عادي. انا اللي خسرني ايه؟ اللي خسرنا في المشاريع التقليديه ايه؟ انت بتدفع ايجاراتك وحاجاتك غصب عنك، وانت اصلا عندك حظر وبتقفل نص اليوم. مظبوط. ناس كتير جدا صرفت مصاريع في الفتره دي وخسرت كتير. الله ينور عليك. ومن هنا بدات متاجر كتيره زي زارا وغيره تحول الموضوع، تقفل متاجر كتيره وتخليها اونلاين. وهنا بدات ناس كتيره قوي تقرر تبدا في الاونلاين بزنس بسبب حته الكورونا، اللي هو ايه؟ كنا بنقول ان في المستقبل الانترنت هيبقى هو الاساس، لا ده من 2020 بقى حاضر، بقى ده الحاضر، بقى واقع. يعني ما بقاش فكره مستقبل، لا ده بقى احنا عايشين فيه خلاص. احنا كل حاجه بتخلص من الانترنت، تحجز تيكت طيران بالانترنت، كل حاجه مش محتاجه ورقيات خلاص. في دول، انا كنت في الامارات في اللانشنج في المؤتمر اللي فات، كل حاجه بتخلص. انت عديت مثلا عملت مخالفه بتتخصم اوتوماتيكالي من الفيزا كارد بتاعتك وبيجي لك اشعار. مفيش بشر في الحياه خالص، مفيش بشر بيشتغلوا. هي كل حاجه انت اتلقطت بالرادار، اتخصمت لك من الفيزا كارد. عربيات مركونه، وتقدر تروح تاخد عربيه بابلكيشن معين يقول لك انهي اقرب عربيه ليك، تروح تركب العربيه دي وتمشي بيها المسافه بتاعتك، تركنها وتنزل، ويخصم لك ثمن الركوبه بدل ما تجيب اوبر بقى. يعني احنا متطورين بنجيب اوبر، لا هم ما عندهمش سواقين. هو انت بتروح تسوق العربيه وتركنها في حته ثاني ويخصم لك القيمه من الفيزا بتاعتك اللي هي اوريدي متاكتفه على كل الابلكيشنز. ففعليا احنا بس عشان انا اتقهرت انا حاسس ان حد داس عليا وعدى. ففعليا انت لما بتختلط ببنش مارك وطريقه تفكير اكبر من بتاعتك، بتحس هو انا ما ينفعش افضل كده. فاهم الفكره ازاي؟ يعني ان انا يعني اتكلم بصراحه، ان انا اتحرك لوحدي وسط التقاليد او الحاجات اللي احنا متعودين عليها صعب. بس اللي ساعدني انا شخصيا في وسط المجتمع والصعيد والكلام ده كله، ان في سبورت اصلا من التيم ورك. فاهم الفكره؟ انا مش محتاج حد يدعمني ولا حد يزقني، انا اوريدي في باور اوف اسوشيشن، جروب جماعي احنا بنشتغل من كذا دوله. اول ما عرفتي الموضوع اصلا، يعني انت من الصعيد، اوكي، هناك في الصعيد الموضوع مش احسن حاجه للسوشيال ميديا، ومش احسن حاجه لان الناس تسيب مشاريعها، على الاقل مش زي مثلا اسكندريه ومش زي القاهره. الناس هناك بتجري بسرعه جدا عن الصعيد. ايه اللي خلاك، ايه اللي وصلك للموضوع ده؟ هل اجتهاد ذاتي منك ان انت رحتي دورتي؟ اقول لك الفضل لله سبحانه وتعالى. واحد زميلي اسمه دكتور محمد خالد، وبحب اشكره من هنا بصراحه. انا كان عندي مشكله في الصيدليه، وكان عندي ايشو اصلا في الوظيفه. يعني انا كنت مش مشاكل في الوظيفه عشان الفلوس والكلام ده كله. انا حد من الناس اللي اشتغلت جوده صحيه، ما اعرفش تعرف عن المجال ولا لا، 7 سنين. يعني انا دايما بحب اخد الريسك في اول حاجه. يعني ايه؟ اتعرض عليا جوده وانا ما بفهمش حاجه في الجوده، فرحت دخلت انا همسك كواليتي كنترول وانا مش فاهمه ولا حاجه. هو جه اولا كل الناس رفضتها، محدش رضي يمسك، حلو كده. فانا قلت له انا تمام ولا فاهمه اي حاجه. بدات اعمل ايه؟ بدات اروح واجيب سياسات واجيب، بدات انا اعلم نفسي مع نفسي وانط في دورات واجيب حاجات عشان ابني ايه؟ ابني كيان. قعدت فيها 7 سنين، كان بيغطي عندي جانبين او 3 جوانب من الاربعه اللي قلناها. كنت مبسوطه فيها قوي، شايفه ان انا باد فاليو، بجدد حاجات، وفي نفس الوقت يعني مبسوطه فيها وبتاد فاليو وبتطور. بس ما كانتش جايبه لي فلوس، كنت بصرف عليها من جيبي 7 سنين ومبسوطه يعني. فاهمني ازاي؟ لغايه ما حصل تشالنج معين، حسيت لا ده هو انا بزرع في ارض مين اصلا. انت فاهمني ازاي؟ يعني حصلت مشكله معينه، حسيت ان انا الفلوس اللي صرفتها والجهد اللي اديته وكل حاجه ما بقاش ليها اي قيمه اصلا.
لا المكان ده مش بتاعي، انا مش ينفع اكمل هنا. كنت انا بادئه البزنس وقتها، فاهمني ازاي؟ بس لما اتعرف على البزنس بداته ايه، عارف لما تكون في مقوله كده، جمله بتقول لك ضرب والاعور على عينه. يعني انا كنت خسرانه في الصيدليه والشغل مش مرتاحه فيه، فاللي هو فكره ان انا اخاف من الريسك، يعني ما يمكن فيه الخير، يعني رميت نفسي بدون ما اقعد احلل وافكر، فاهمني ازاي؟ وربنا سبحانه وتعالى كان جابه في الوقت ده، وكان عندي مشكله في راس المال، وكان عندي مشكله في الوقت، تقريبا عندي كل المشاكل اللي تمنعني. حلو. بس بدات افكر في نقطه ايه، هو انا لو ستيل المشاكل دي منعاني، ما هتمنعني من كل حاجه. بالظبط، مش هعمل حاجه اصلا، خصوصا ان كل حاجه هعملها لوحدي، بس دي حاجه حد هيساعدني فيها، فاعتمدت على الحته دي. بالظبط. بس انا ملاحظ نقطه معينه في حاجات، في ناس كتير لما كنت كلمتها، او ناس كتير على الاقل نجحت في مجالها، كان الاساس في الموضوع ان انا كنت عايز امشي في الاتجاه ده. حلو. لا انا ما كنتش عايزه، او رحت في الاتجاه ده. لا هو كل الناس بتقول لي كده، يعني انا رحت وجريت وعملت وسويت. هقول لك على حاجه. انا حد زيك كنت يقول لي بدور، ده فين؟ انا اصلا يا زي ما قلت لك انا كنت حابه الصيدله جدا جدا، بس عارف لما توصل فتره ان انت حاسس ان انت تعبت وما عملتش ولا حاجه. ما خدتش حاجه في المقابل، فبالتالي راح ادور بقى على مجال تاني اكسب منه كويس. الله، ما هو ماشي، انا ما اعرفش مجال تاني، فده اول باب اتفتح في طريقي، وعايزه اقول لك ان ده فتح لي ابواب كتيره قوي. فبرجع بالزمن، هو انا لو كنت رفضت عشان انا مش عارفه، او عشان انا مش فاهمه، او عشان معيش فلوس، انا ما كانش زماني معاك النهارده اصلا، وقاعده واحده وظيفه في الحكومه في المستشفى اللي في المركز او في القريه، زيها زي مليون الف حد، وقاعده بشتكي الدنيا والزمان. ليه؟ لان انا ما ساعدش. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران الكريم، معلش اقطعك، اللي انت بتقوليه ده هو ده اللي 90% من الناس اللي بتتابع الصفحه دي بيقولوا نفس الكلام. انا قاعد محلك سر، سواء محاسب، سواء سكرتيره، سواء مهندس، سواء اي حاجه، انا محلك سر في اللي انت بتقوليه ده بالظبط، توصفي حالهم. بالظبط. علشان كده انا مهم ان هم يسمعوا اللي انت بتقوليه، ان لا انا وقفت، انا مش هكمل في الكلام اقول لك ده. عن حاجه، انا مؤمنه بنقطه، يعني انا ما ساعدش ان انا ادخل المجال ده واقعد، انا اتنصحت ان انا اقرا كتاب، عجبني الكتاب في التفكير وادركت ان انا غلط، بس انا مش لاقيه وسيله. حلو كده. بالظبط. لما جت الوسيله قلت ما يمكن هي دي. عارف المشكله فين؟ ان احنا دايما لما بتتعرض عليك اي حاجه وانت بالنسبه لك جديده، بمشي في زون ايه؟ افرض فشلت. طب مع كامل احترامي، ما هو اي حاجه انت هتعملها جديده، اي حاجه فيها جديده لازم تتوقع انك تفشل فيها في الاول. يعني ايه؟ تخيل اني بتقول لابنك مثلا، يعني ايه رايك، او مثلا بلاش فكره ان انا بخيره في التعليم مثلا. هل عيالنا من اول ما بتدخل ما شاء الله بتبقى طلقه كده وبتجري؟ ما احنا بنجري وراهم بالضالين، صح؟ بس القصه فين؟ ينفع اقول هو انا، او جه ابني يقول لي وانا افرض ذاكرت وفشلت وسقطت في الامتحان، هقول له إيه؟ انت لو سعيت وذاكرت هتنجح. جه قال لي مثلا وانا ايه ضمني ان انا لو ذاكرت هنجح؟ هتقول له ايه؟ ربنا مش هيضيع تعبك لو انت واثق ان انت ذاكرت صح. ده اللي انا فكرت بيه. هو انا لو عايزه ضمان، هو ايه في الحياه في ضمان اصلا؟ حاجه، احنا ماشيين على طريق طول النهار، كل يوم بنمشي على طريق مش عارفين. في الحياه كلها فيها ضمانات، في الحياه كلها، سواء مشاريع، سواء حياه، سواء اي حاجه، ربنا سبحانه وتعالى خلى الضمان مجهول عشان نفضل نخبط. هو انا لو ضامن ان انا هكسب بعد مثلا شهر من دلوقتي في الحاجه الفلانيه $1000، هعمل مجهودها اصلا؟ انا كده كده جايه لي. يعني اكلمك بمنتهى الامانه، احنا ليه في الوظيفه مش بنحاول نطور نفسنا؟ لان انا عارف خدت ايه، خدت زد، خدت اي حاجه، هكسب نفس المرتب. كتير بيفكروا كده. لا هو ده الحقيقي، لانه فعليا هو التقييم بتاع الوظيفه ملوش ادنى علاقه بالكواليتي بتاعتك. ليه؟ انت في الدرجه الماليه الكام لو انت في الحكومه يعني؟ حلو كده. وفي المشاريع التقليديه، في الشغل البرايفت يعني، ممكن يكون ليه كواليتي، بس نتكلم على ارض الواقع. لما جت حصلت الكورونا او في التضخم اللي احنا فيه، كام شركه بتعمل داون سايز مهما كان التايتل بتاعك؟ لا انت مش ضامن. ده فعلا ده بعيد خالص. انت مش ضامن جدا. بالظبط، الموضوع بعيد خالص. يعني اذا في كل الاحوال انت مش ضامن. صح؟ شفت ناس كتيره قوي كانت في اوج عظمتها وشغلها ما شاء الله عالي جدا ودخلها مرتفع جدا، بس مثلا حصلت مثلا ايه، ظروف معينه، خساره كبيره، ظرف مرضي، وات ايفر ايا كان، خلى ان الوظيفه استغنت عنه. فبعد ما كان
طب المشكله عارف ايه؟ انه هو ما كانش عامل حساب اللحظه دي، فاكر ان الدنيا ضمان. ما هي دي المشكله، ان احنا دايما بنسعى على الضمان الضمان. لا، هو في الحياه كلها والله ما في ضمان. هو ربنا خلى الضمان مفتوح عشان نفضل نخبط. لو انا ضامن هتعب ليه؟ يعني تعال نتخيل ان ولادنا ضامنه ان انا هجيب 100% في الامتحان، والله ما يفتح كتاب. هو اللي بيخليه نفس بس الكلام. مش ضامن. لو انا متاكد ان انا هفشل في حاجه فانا مش هحاول، مع ان محاولتي دي ممكن تفتح لي باب تاني. حلو قوي. انت خليني اقول لك على حاجه، الحته دي انت عملت معايا كليك في حته. هو احنا اغلبنا كبشر نسبه قليله في منطقه والاكثريه في منطقتين عكس بعض. يعني ايه؟ يعني بمنتهى البساطه في ناس عندها حاجه اسمها غرور معرفه او ايجو. يعني ايه؟ انا فاهم في كل حاجه، لما يبدا حاجه جديده ومش عايز يتعلم لانه شايف نفسه بيفهم فبيفشل. فاهم حاجه؟ يعني هو بيحضر حاجات وبيتعلم، بس هو شايف ان هو عنده علم اكتر من اللي بيتعلمه ده، فبيقعد يعدل على المدرب وينتقد، فهو مش سامع اي حاجه فبيفشل لانه بيطبق اللي فعله اللي هو غلط. في ناس تاني انا واثق ان انا مش هنجح، فهو اصلا ثقته في نفسه ضايعه، فبالتالي شايف ان انا مهما عملت مش هنجح برضه. عارف مين اللي بينجح فعلا؟ ودي زون قليله اللي بيتحرك من النقطتين دول. يعني انا عندي ثقه في نفسي، بس انا لسه لو اتعلمت هبقى زي الناس الناجحه دي، او ان انا واثق في نفسي خالص، او انا متعلم في الحته الفلانيه بس انا شاطر في حتتي. انا صيدله على فكره، دي من الحاجات اللي عطلتني اول شهرين في البزنس، ان انا كنت شايفه نفسي صيدلانيه وبفهم. يعني عارف فكره اتربينا على ايه؟ الدكتور ده بيفهم في كل حاجه، كليات القمه. دكتور مهندس بيمشوا في الشارع يقول لك انا مهندس ماليش دعوه بالبشر. فانا كنت عندي فكره ان انا ايه؟ انا بفهم في كل حاجه. لما جيت اتعلم جديد انا اصلا كنت قافله دماغي، انا ما بتعلمش حاجه فعلا، انا بحضر التدريبات بس بشتغل بحته ثانيه، بشتغل بدماغي. فقعدت شهر ونص شهرين انا فشلت. طب ماذا لو ان انا كنت قلت ستوب لغايه كده؟ خليني اكلمك في حاجه، اي حاجه جديده هتعملها اوعى تحكم على نفسك قبل 3 ل 6 شهور في اي حاجه. محدش عنده صبر لدي الا الناس معينه جدا، وليكن واحد في عشان كده مش الناس تنجح. بينجح لان محدش عنده صبر. طب انا اصرف على بيتي منين؟ اوكي، ده انا بقول لك اجابات ناس اللي اوريدي بيتابعونا. حلو قوي. اصرف على بيتي منين؟ طب انا عايز اكل واشرب في 6 شهور، وعايز اتحرك، وعايز البس، وعايز اتعالج، وعايز اتعلم، وعايز اديني بقى ده وعلمني. السؤال بقى، هو انت كده كده اي مشروع هتبداه في الكوكب انت مش بس هتدفع راس مال ضخم، انت هتدفع مصاريف تشغيل ومحتاج تصرف على بيتك واكلك وشربك وكل حاجه، الى جانب ان انت داخل في منافسه عاليه قوي مع ناس كتيره. يعني محتاج تميز نفسك. لو انت تشتغل مثلا في الملابس محتاج تصرف على التميز ده. بالظبط، مظبوط. فاذا لازم ابقى فاهم ان كل حاجه لازم لها وقت. علشان ايه؟ علشان ابنيها. كل حاجه انت لو نازل جيم واستعجلت، يعني انت هتعمل الفورمه والبتاع بتاع الجسم ده في الجيم مش اشتركت؟ اشتراك يخلص بسرعه فلازم اخلص وادبر الفورمه بسرعه. فاهمني؟ ولا عشان بتنزل، انت بتنزل وبتتعب وبتعمل ايفورت صح؟ مش عشان اشتركت. طب ينفع تروح كام مره كده في الجيم؟ مرتين 3 شهر تقول انا الجيم ده مش نافع علشان انا اشتغلت نزلت شهر وما عملتش الفورمه بتاعتي؟ مفيش. كل حاجه في الكوكب عايز صبر. عشان كده بقول لك ايه الحاجه العائق اصلا اللي قبل ما تبدا في اي حاجه. يعني زي ما انت قلت سؤال حلو، هل في ناس ما بتنجحش في الموضوع ده؟ اللي بيستعجل قبل ما يبني المايند سيت بتاعته. يعني لو انت باني المايند سيت، انا عندي نوعين من الناس مثلا في التيم، ناس اصلا دماغها مبنيه صح، هي اوريدي عمل بزنس وفاهم يعني ايه مده بتتبني، فاهم الاساسيات دي، عارف يعني ايه صبر، وعارف يعني ايه مهارات، وعارف ان الحاجه محتاجه وقت. ده لما بيبدا بيستوعب اسرع فبينجح اسرع. عارف مين اللي بياخد وقت وممكن ما يكملش اصلا؟ اللي عايز بسرعه من دون ما يدي مجهود، هو مش صابر على نفسه يتعلم. كاني بالظبط بعلم ابني فلقيته خطه وحش ومش مستوعب، يقول لي انت مش نافع في التعليم. انا اللي حكمت عليه على فكره. فانت استعجلت على نفسك. هو انت مش نافع في الموضوع. هو الموضوع يستدعي مده. تخيل بالظبط ان انت بتروي زرعه، ويعني البيزنس بتاعنا بالظبط هو بيشتغل بعقليه المزرعه. في نظريه كده، لو برضو الناس هتسمع قناه دوبامي كافيين، في كتاب اسمه العادات السبع للناس الاكثر فعاليه. الكتاب ده بيربي 7 عادات رهيب الكتاب ده بصراحه، منها تنظيم الوقت، ومنها اداره المال، ومنها نظريه المزرعه. بيقول لك ان انت اي حاجه هتعملها لازم تستنى عليها وقت وممارسه من غير نتيجه، زي اللي بيزرع. تخيل واحد حط نبته ورواها مرتين 3 10 شهر، والنبته دي مدتها اصلا سنه عشان تطلع. انت استعجلت، انت موتها عشان انت ما كملتش. بالظبط، الفكره ما استحملش. اي
حد ما عندوش صبر انا بنصحه ما تبداش اي حاجه، خليك في وظيفه. والله ما تحاولش تبدا في حاجه، عشان انت مهما حاجه هتبدا فيها هتلاقي نفسك مكانك. فما ينفعش اطلب يعني حاجه اصعب او حاجه مختلفه واكون عايزه اطبقها بمزاجي، زي ما قلت لك اجيب الحاجه على قد مهاراتي. لا، طب مهاراتك محتاجه تتبني، عقليتك محتاجه تتبني، كل حاجه محتاجه وقت. جبتي لي فكره دلوقتي عن بوست المفروض يتكتب، ان انت لو كذا 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 ما تفكرش في المجال ده، لا وخليك موظف. بالظبط. يعني لو جبتي لي فكره عظيمه، علشان انا في ضغط رهيب على الصفحه من الاخر. بص يعني الموضوع ايه، في مقوله كده بيقول لك العقد شريعه المتعاقدين. انت عايز تبدا كيان تاني صح؟ ايه شروط الكيان ده غير ان انت لازم دماغك تبقى متسطبه في حته تانيه. يا اما تسطب دماغك قبل ما تبداه عشان تنجح، لو انت عايز بسرعه سطب دماغك بره وتعالى جاهز. طب انا مش عارف اسطب دماغي، ابدا سطبها هنا بس اصبر. تمام مظبوط. لكن ما تجيش من الدار للنار وعايز اكسب، لان كلنا يعني مش كلنا بمعنى احنا بس، اغلب الناس اللي بتدور على فكره يا استاذ ابراهيم ان انا اكسب بسرعه. هو مفيش حاجه في الحياه صح وبسرعه، غير الوظيفه. ومش بسرعه. هو فين المكسب اللي بسرعه ده؟ مبقاش مكسب أصلاً. لا هو يعني الناس بتدور على فكره الثراء السريع، فاهم قصدي؟ ان انا ابقى بسرعه. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه في الحياه اسمها كده اصلا. البيزنس يعني امازون نفسه اللي انت فتحت سيرته هو فاتح من ايه؟ يعني امازون بدا ينتشر امتى؟ ال10 سنين الاخيره، في قبلها 15 سنه. هو شغال لوحده مع نفسه وبيدفع تكاليف في المكتب اللي هو قاعد فيه وي. يعني هقول لك على حاجه، كذا حاجه برضو من الحاجات اللي هم الحاجات اللي هي كان ليها صيت عالي قوي واترفضت. يعني فيسبوك مثلا اترفض من جوجل اصلا. جوجل اترفض من المستثمرين، وفيسبوك رفض، وجوجل رفض فيسبوك. يعني هي في الاخر تخيل لو كان صبر ان دي فكره جديده انا هبنيها وازرعها، تخيل كانت عملت نتائج عامله ازاي. لكن كان كل بتاعت جوجل او جوجل خد كل بنفيت فيسبوك. تخيل بقى احنا كنا هنتروق، هندفع لجوجل وفيسبوك مع بعض. ففعليا يعني النصيحه لو انا هلخص الموضوع في حاجات صغيره. رقم واحد، لو انت مش في دماغك فكره معينه، اقرا الاول كتير عن رياده الاعمال، طور دماغك في ان انت تبقى فاهم ان في فكر غلط احنا اتربينا عليه. مفيش حاجه اسمها لان احنا كمان خدنا كده قواعد زمان كان بنسمعها كتير من ناس حوالينا، اي حد معاه فلوس هو ماشي غلط. بيكسب من المخدرات، بيكسب من السلاح كده. عارفين ان كل الشباب الصغير اللي شغالين في مجالات الانترنت هم دخلهم اقل حاجه بيكون بيعملوا مثلا 1000 2000 دولار. ده بتكلم في حاجات بالميت يعني. وخلي بالك انت لو بتشتغل مع جهات امريكان 1000 و2000 دولار ما تقيسهاش مصري، قيسها دولار مع حاجه امريكي. يعني تخيل ان انت نفس ال 1000 2000 جنيه اللي انت عاملهم دول، اللي هم 1000 2000 دولار، بس انت في بلد الدنيا فيها الدولار فيها ليه قيمه. ليه قيمه وليه قيمه 40 جنيه تقريبا او 35 40 بالظبط، 40 جنيه في السوق البيع والشراء يعني. فاهم الفكره؟ يعني انتوا لو جيت اشتغل معاكم في خلال سنه اشتري شاليه؟ والله على حسب انت هتدي كام ساعه وتلتزم قد ايه بقى، دي نعمل لها بلان. انا حقيقي مبسوط جدا 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 بوجودي معاك النهارده، وزي على وعد يعني استناك، يعني لازم نيجي نتقابل هنا في المنصوره. انا كنت سعيد جدا باللي انت قلتيه، لان انت قلتي كتير كلام كتير انا عايز اقوله للناس وبتسال فيه، وبيبقى صعب جدا ان انا افضل اجاوب او ان انا افضل. عملت اكتر من مره لايف بس حسيت ان انا لوحدي مش كفايه، لا لازم نجيب نماذج حيه اكتر. وعلشان برضه خليني اقول لك الموضوع برضه مش بيبقى مجرد كلام مرسل. يعني لما تبقى في تجربه الواحد اوريدي عاش فيها. انا بقول لك انا قارنت ال10 سنين بتوع شغلي ما قبل ان انا ابدا في المجال ده و4 سنين يعني او 3 سنين وكسور مثلا احنا بنتكلم، فانا بتتكلم في 3 اضعاف المده تقريبا. فاللي اتعمل في ال3 سنين وشويه ما يجيش حاجه يعني اكبر بكتير قوي من اللي انا قعدت 10 سنين ما وصلتش فيه لحاجه. بالظبط. وناس كتير جدا بتشتغل موظفين بقى لهم سنين وخلاص حسوا ان هم في عرض البحر. لاني بفكر على حاجه برضه، لما بنعدي مده طويله قوي في مكان ثابت بنخاف من التغيير، بنخاف من صعوبه التاقلم على حاجه جديده.
بالظبط، ما انا اتعودت على الارض الاولاني، يعني انا لو هي تكمل اتعود بقى على الارض سنين الثاني. اكمل سنين زي ما ترسى وزي ما تيجي، واللي راح مش اللي جاي مش قد اللي راح، على الرغم ان اللي جاي ممكن يبقى فيه خير كتير قوي يعوض كل اللي راح يعني. بالمناسبه لما تتكلمي مع حد موظف غير خالص خالص لما تتكلمي مع بزنس مان. اكيد. بتلاقي عند البيزنس مان طاقه وافكار ودماغ ونشاط غير عادي رهيب، لانه ببساطه لاني ذهني اكلمك لوحده. بصراحه انا عشت 10 سنين في مجال وظيفه. انت للاسف بتبقى عندك ستريس غير طبيعي، يعني انت بتبقى عندك ستريس صعب ومضغوط من اي حد قبلك عشان حاجه معينه تخلصها، وشايف بينك وبين عقلك كده في اتنين بيصارعوا بعض، اللي هو ايه؟ طب انا شغال كل ده مقابل ايه؟ طب ما اشوف حاجه تانية، طب انا ما عنديش بديل، يبقى خليني ماسك، عارف اتنين بيخبطوا في بعض، فهو بيبقى اصلا اعصابه يعني اكسهوستد خلاص، هو مش قادر، فاهم فكره؟ فدماغه خلاص مش عارف يفكر. انا كنت محتاجه الحد اللي يفكر لي، يعني كده ويفكر لي. فلما بدات افهم عن الكتاب بتاع رياده الاعمال ده، وبدا دكتور محمد يحط النقط على الحروف معايا، اللي هو عارف فكره ان انت تبدا تفنط مشاكلك على ورقه وتبدا تشوف هو ايه البدايل، لاني طالما انا شايف، انا ببص يعني، انا من وجهه نظري نفس المشكله نفس الحل. اللي بقعد مع ناس تقول بس انا مشكلتي انا معيش فلوس عشان اقدر ابدا المجال ده. حلو، طيب هو انت لو معاك فلوس تيجي تقعد ليه؟ او ليك تدور على حاجه ثانيه؟ ما انت اكيد مش معاك، انت بادئ عشان مش معاك. بس الحاجه اللي انت شايف انها صعبه تبدا بيها دي، هي تجيب ايه اصلا النهارده؟ ولا حاجه. طب الحاجات اللي انت بتدور عليها في حياتك ايه؟ واحد نفسي اجيب ونفسي اجيب ونفسي اجيب ونفسي اجيب، دول هيتجابوا منين لو انت مشكلتك فلوس؟ انت محتاج تحلها. بالظبط. نفس القصه في الوقت، اصلا ما عنديش وقت. طب لغايه امتى؟ يعني مثلا انت شايف ان هتفضل موضوع الوقت ده لغايه امتى عشان يتحل؟ لا، ما هو مش هيتحل، ما هو لازم انت اللي تحله. لان انت لو شايف ان انا هشتغل ساعات طويله وما عنديش وقت، انت اللحظه اللي هتيجي تبقى وقتك فاضي فتشتغل. فكره ان انا استنى وقت مناسب هو ما بيجيش. ناس تانية في ميلز مثلا بالنسبه لي كستات، اصلا انا والله عشان عندي ولاد فانا مش عارف اشتغل. هو ناس تانية، انا واحده من الناس بدات عشان عندي ولاد ومش هينفع اسيبهم فانا لازم اشتغل جنبهم، فاهمني؟ ما حاجه كده اسمها ان نفس المشكله انت باصص لها من فين. لو انت عايز تحلها بص على الحل. طب لو انت مش عايز تحلها عايزها تتحل لوحدها، يعني ساعات بنتكل ان هي ان شاء الله هتتحل، ما هو ان شاء الله هتتحل، بس ربنا سبحانه وتعالى امرنا نسعى. يعني ربنا سبحانه وتعالى في كل ايات القران اكتر من ايه بتامرنا بالسعي، وليس الانسان الا ما سعى وانا سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. يعني احسن حاجه انت هتاخدها لو سعيت. لكن انا باي صفه طالما اتنين، واحد بيسعى وواحد لا، ليه ربنا يدي اللي ما بيسعاش؟ في حاجه كده، انا برضو ما بحبش افتي في حاجات انا مش بفهمها، بس مش فاكره سمعتها من فيديو او قريتها في حاجه، ان رزقي مكتوب لكن لازم اسعى له عشان يجي لي. طبعا كلام حضرتك مظبوط ان في نوعين من الرزق. رزق على ضعفك ورزق على سعيك. رزق على ضعفك اللي هو البيت اللي انت اتولدت فيه وبابا وماما والاكل اللي انت بتاكله، الحاجات اللي هي في ايدك تتحرك فيها، الحاجات اللي انت خدتها، المصروف اللي انت بتاخده وانت رايح المدرسه، ده رزق على ضعفك. رزق على سعيك بقى ان انت جنب الوظيفه اللي هي ال 2000 جنيه لا رحت اشتغلت عملت حاجه فجالك 1000 جنيه زياده، ده رزق على سعيك. انت كده عندك نوعين. عايز تحتفظ بالاولاني، بالظبط. ممكن تحتفظ بالرزق على ضعفي ان انا موظف وربنا مكلف او يعني كلفني اشتغل فهيرزقني عشان خاطر. سمعت فيديو عجبني قوي قوي لان غير لي مفهوم حلو جدا عن الفرق بين الرضا والتكاسل او الرضا والقناعه. احنا بنخلط بينهم، يقول انا راضي بوضعي، فكان بيقول ان الرضا او التكاسل ده الفرق بينهم. يعني الرضا ان انت مش معنى ان انت راضي بوضعك الحالي ده اسمه رضا، ده اسمه تكاسل. بس انت اسعى 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 وارضى بالنتيجه. انا ممكن اخبط ابواب كتير وربنا مش رايد الباب ده فيجيب لي غيره، فرزقي هيجي في حته ثانيه عشان انا سعيت. لكن انا نفسي اعمل، نفسي، عارف بنعلقها على فكره ان انا ان شاء الله نفسي اعمل نفسي اعمل، بس انا ما عملتش اي حاجه تخلي ده يحصل بره الحاجه التقليديه اللي انا بتعود عليها. بالظبط، مش هيجي لي حاجه. ما مش هيجي لي ليه؟ لان في غيري سعى، فربنا اكيد يعني اعطي كل ذي حق حقه يعني. بالظبط مظبوط. انا انبسطت جدا 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 جدا. شرفت جدا بيك والله يا استاذ ابراهيم على المستوى الشخصي، وان شاء الله نتقابل قريب قبل ما امشي يعني. اكيد باذن الله يا دكتور، انا ليا الشرف والله، انبسطت جدا بالانترفيو الله ده. يخليك، واتمنى باذن لو الله ربنا يوفقك. بصراحه انا عاجبني قوي النشاط بتاعك بجد، وشفت على اكتر من لايف على السوشيال ميديا. يعني ربنا يجعلك سبب يا رب في ارزاق ناس كتير وينشر الموضوع اكتر واكتر يا رب باذن الله. انا ما عملتش حاجه والله، احنا بنحاول بس وربنا يعني يرزق الناس كلها، لان طالما بنسعى ما ده سعي برضه، ده سعي.
ما هو الرزق اللي جالي عن سعي ان انا قابلتك مثلا، فده الله رزق جالي عن يخليك. سعي. والله يعني رب صدفه طلع لي. انا اتشرفت جدا بيك الله والله، يخليك، وانبسطت. كل الشرف ان انا كنت معاك النهارده. يعني يا رب، الله وينفعنا يا رب بالناس، وينفع بحضرتك يا رب، الله وباذن الله يخليك. اكيد نتقابل. ومين عارف ممكن نطلع لايف تاني نتكلم عن تجربه ناجحه اكتر، ويكون حاجه احسن. لا باذن الله اكيد، وانا دايما متابعه معاك الصفحه، لان زي ما بقول لك احنا بنبني ماركت طنطا والدقهليه والبلاد دي، فاكيد قريب هتلاقيني معاك تاني يعني باذن الله. نورونا الله نورونا في يخليك. طنطا، فعايزينك في الدلع ان شاء الله اول ما تيجي. الله يخليك الله يخليك، ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. الله يخليك، تسلم يا تسلم تسلم، الله يخليك الله يخليك، في رعايه الله. رب.